3/8/15 بواقع 324 يوم، ومنظر حضاري جميل. نزول فريق نادي الزمالك وحرس شرف من لاعبي نادي وادي دجله، ومنظر بديع في استاد بتروسبورت. بقول لحضراتكم اليوم هو مسك الختام لبطولة الدوري العام المصري في هذا الموسم. 379 مباراة أقيمت، واليوم المباراة رقم 380، ومنظر جميل بديع. اللاعبين بينزلوا وسط حرس أو ظروف شرف لنادي وادي دجلة. نازل لعيبة نادي الزمالك بيصافحوا صفين، شكل جميل حضاري مع حكام اللقاء. بدأت المسابقة زي ما قلت لحضراتكم 15 سبتمبر 2014، تختتم اليوم 3/8/2015. 324 يوم. على فكرة كان صاحب الرقم القياسي في الدوريات في العالم الدوري العراقي اللي كان عام 2013 اللي استمر 321 يوم. النهارده الدوري المصري بكل ظروفه وكل أعصابه بيصل إلى 324 يوم، ويختتم اليوم و907 هدف في الدوري حتى الآن. فريقين نزلوا أرض الملعب. تشكيل نادي الزمالك سريعا النهارده. صاحب المباراة محمد أبو جبل في حراسة المرمى، قدامه الرباعي صالح موسى، أحمد دويدار، إسلام جمال، أحمد سمير. قدامه نص الملعب اثنين محورين ارتكاز، أحمد توفيق، طارق حامد، وجنبهم معروف يوسف ثم مصطفى فتحي وعبد الله سيسي وباسم مرسي. اما نادي وادي دجله النهارده في تشكيل في راحه لبعض اللاعبين نجوم نادي الزمالك. بيفضل مستر فيريرا تريحهم استعدادا للقاء الهام جدا مع ليوبار ان شاء الله الاحد القادم في الكونغو في الجوله الرابعه لبطوله الانديه الافريقيه ابطال الكؤوس الكونفدراليه. نتمنى للزمالك كل التوفيق، متصدر المسابقه بكامل العدد 3 مباريات 9 نقاط. نتمنى له كل التوفيق، نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق. لقائه ايضا يوم السبت القادم مع النجم الساحلي في سوسه. الاهلي 7 نقاط متصدر مجموعته، يليه النجم الساحلي 6 نقاط، والملعب المالي 4 نقاط. مباريات صح. النهارده تشكيل بدلاء الزمالك: احمد الشناوي، حماده طلبه، محمود خليفه، محمد عبد المجيد، يوسف اوباما، احمد علي، وخالد قمر. درع تذكاري من نادي دجله قدمه لنادي الزمالك، وهندخل الى اجواء اللقاء. وعقب هذا اللقاء هيكون ان شاء الله تسليم الدرع العام لنادي الزمالك حامل اللقب. تشكيل نادي وادي دجله: هيثم محمد في حراسه المرمى. نادي الزمالك بالورد كده رايحين ناحيه المدرجات يرموا الورد على اعضاء نادي الزمالك اللي موجودين النهارده بيشاركوا في هذه الاحتفاليه. تشكيل وادي دجله: هيثم محمد في حراسه المرمى، الرباعي تامر محب، اسلام طارق، محمد تاحه، كريم مسعد، قدامه ايمن عادل، محمد عبد العاطي، محمود شوقي، محمد فاروق، في الامام محمد شريف، ودي الجباس. البدلاء: محمد موسى، عمرو مرعي، محمد عادل، احمد عبد الرؤوف، مهاب سعيد، سيد كوره، ومؤمن عاطف. كابتن احمد الصيدي والجهاز الفني. منظر حضاري، وزي ما قال لي كابتن اسماعيل يوسف هيغادر القاهره بكره ان شاء الله هو والمهندس هاني زاد عضو مجلس اداره في طريقهم من الكونغو يجهزوا للقاء. شيء جميل وشيء محترم. والاعداد حكام هذا اللقاء اليوم: الحكم الدولي ابراهيم نور الدين، بيعاونه خالد حمزه، محمد محمود عباس، الحكم الرابع ممدوح صلاح. ندخل الى اجواء اللقاء والاحتفاليه، ولقاء نامله ان شاء الله لقاء مميز، لقاء بلا حساسيه، لقاء ليس بحثا عن نقط، لقاء الاحتفاليه نامله ينتهي على خير ونشوف ونستمتع بمباراه جيده معاكم. هداف الدوري حسام باولو 20 هدف، ويليه باسم مرسي 18 هدف. هل هينجح باسم النهارده يكسر الاحتكار ولا هيفوز حسام باولي باللقب؟ برضه كلها احداث بنتابعها. نتمنى ان شاء الله. ايضا زي ما قلت لحضراتكم الزمالك بيسافر ان شاء الله يوم الاربعاء الى يوم الخميس ليوبارد، يلعب 9/8 الحد القادم. الاهلي هيلعب السبت القادم. ايضا سموحه هيلعب في بطوله الانديه الافريقيه الابطال، ولقاءه الهام مع زيمبي يوم السبت في بطوله الانديه الابطال. نتمناه ان شاء الله لقاء مميز ويعود سموحه للمنافسه. الفريقين جاهزين، كلنا جاهزين، بنستعد لهذا اللقاء. والزمالك 86 نقطة وحصل على اللقب، ودجلة الخامس 56 نقطة، بغض النظر عن نتيجة هذا اللقاء اللي أتمنى ونتمنى جميعا معاكم
زي ما تابعنا مع زملائنا الاعزاء الزميل العزيز تامر صار والكباتن محمد صلاح وعبد الظاهر السقا. ايضا معانا النهارده منسق البرنامج المنسق العام كابتن الاستاذ محمد عفيفي، ومن برزنتيشن استاذ احمد الجبالي. نامل وفريق العمل كله جميع المعدين وجميع المخرجين وكلنا نتمنى النهارده ختام مميز لسيمفونيه الدوري. هنشوف النهارده بعد اللقاء مراسم تسليم الدرع، شفنا دخول الفريقين بشكل محترم جدا، حرس الشرف دخول حكام ثم حرس شرف من دجله ثم دخول لاعبي الزمالك ومنظر جميل. ندخل لاجواء اللقاء، صافره ابراهيم نور الدين، بدانا الزمالك على يميننا ودجله على شمالنا. والنهارده الزمالك زي ما قلت لحضراتكم مستر فيريرا مريح مجموعه كبيره من اللاعبين النهارده، بيحاول ان هو يستفيد بقدرات كل اللاعبين. نتمناها ان شاء الله مباراه ممتعه ونسعد معاكم. هذه الكره على طول بتتلعب طويله، نوصل مصطفى فتحي يغير اللعب، يلعب ناحيه الشمال لاحمد سمير. النهارده عامل تقليعه جديده، الشعر الابيض زيه زي باسم. توصل في نص الملعب لطارق يحيى، يلعب لصالح موسى ناحيه الشمال ناحيه اليمين، يلعب فتحي وعايز يعدي، يلعب تاني لصالح موسى. يا ريت نظبط المونيتور معانا زمايلنا في الهندسه الاذاعيه، يظبطوا معانا المونيتور عشان نقدر نديكم الصوره بالكامل مع الاعداد، ما يبقاش المخرج بيدي حاجه والمعلق بيقول حاجه. عموما اتلعبت باصتين ثلاثه، طارق فتحي يلعب ناحيه طارق حامد، يلعب ناحيه اليمين، ملعوبه تاني وهجمه. مصطفى فتحي عايز يعدي والهجمه على طول لنادي الزمالك، ترجع تاني لصالح موسى، يلعب العرضيه وباسم بيدور لكن تتقطع، توصل على طول لنادي محمود شوقي نادي وادي دجله. النهارده بيلعب بمجموعه من الناشئين. شوقي عايز يعدي، ماشي محمود شوقي يلعبها لتامر محب، استلام مقطوعه من تامر، يتقطع على طول، ترجع لورا، تطلع توصل نص الملعب مع نادي دجله بقى على طول. ماشي على محمد عبد العاطي، يغير ويلعب ناحيه الشمال لكريم مسعد الظهير الايسر، عايز يلعب وياخد تاني، واخد على طول كريم مسعد وماشي. كريم عايز يلعب الهات وخد الضغطه، ابراهيم نور الدين جنب اللعبه، توصل الكره تاني، كريم عايز يعدي، ضغط عليه وعلى طول الكره بروح رياضيه بيطلعوها في لعيب من نادي الزمالك واقع. نتمنى السلامه لكل لاعبينا، نتمنى السلامه لكل اللاعبين. والنهارده كان في حقيقه جهد كبير بيتعمل. النهارده عدد كبير من اعضاء نادي الزمالك بيشارك في هذه الاحتفاليه، موجود في المقصوره الرئيسيه عدد ايضا من اعضاء نادي الزمالك وعضوات نادي الزمالك، شيء جميل نتمناها تكون مسك الختام ان شاء الله. اقول لحضراتكم 324 يوم، كان الله في عون اللعيبه، كان الله في عون المدربين. تتلعب الكوره نص الملعب معروف، يرجع لورا لطارق لتوفيق، توفيق يغير ناحيه اليمين لصالح، تعدي من تحت رجله وتطلع وتبقى رميه تماس لصالح نادي وادي دجله. كريم مسعد على اللعبه، كريم مسعد لسه بيلعب، تتلعب ترجع تاني، باصتين ثلاثه لنادي دجله مقطوعه، تطلع تاني وتبقى رميه تماس لصالح نادي وادي دجله. تماس تاني نادي وادي دجله. لسه يا ريت الزملاء في الهندسه الاذاعيه يشاركونا المونيتور، مش موجود الصوره خالص. تاني الكرة على طول هجمه، تاني على طول جوه 18، لسه الخطوره راجعه لورا، محاولات لنادي وادي دجله، تتلعب ناحيه تامر محب، بيحاول معاه على طول عبد الله السيسي قاطع، احمد سمير يلعبها طويله ناحيه معروف، الضغط على طول تتقطع، تاحه يلعب في نص الملعب، ايمن عادل يرجع تاني على طول محمد عبد العاطي، ترجع تاني وصين ثلاثه وتتغير اللعب من محمد عبد العاطي، يلعبها لمحمد تاحه، محمد تاحه استلم، يلعب في نص الملعب وياخد تاني. مباراه بقول لحضراتكم ما فيهاش الاعصاب النهارده، مش مشدوده، ما فيهاش النقطه والنقطتين. ودي دودي الجباس بيلعبها لتامر محب ناحيه اليمين، تامر وعايز يلعب العرضيه، لعب لتامر لدودي عايز يخطف على طول التغطيه وتطلع وتبقى ضربه حره، اداها على طول ابراهيم نور الدين لصالح نادي الزمالك. ضربه حره لصالح نادي الزمالك هتتلعب. ودخلنا اعزائي مشاهدي نادي السبورت في كل مكان الخمس دقائق الاولى من احداث الشوط الاول، وما زال التعادل السلبي بدون اهداف. هيلعب محمد ابو جبل، لعب ابو جبل، توصل على طول لاسلام جمال، سام جمال
بيهدي اللعب، لسه بيفكر يلعب لمين. بقول لحضراتكم هنا بقى مفيش الحساسيه، فكله بيلعب مستريح. يلعب ناحيه اليمين لصالح موسى، عدى نص الملعب صالح، لم كورته، زحلقه في صفاره وفاول، صافره ابراهيم نور الدين على طول، ومدي القرار والفاول لصالح نادي الزمالك. فاول لنادي الزمالك، اتلعبت على طول. طارق حامد نص الملعب، يلعب على طول معروف، الضغط على معروف لكن لم كورته، بياخد خبره من المباراه الثانيه. معروف يوسف يلعبها لاحمد سمير، واحمد سمير لمعروف، معروف يوسف بيمشي وعايز يلعب العرضيه، يدي تاني وياخد منه، وتاني محاوله ما يلحقش، تطلع فيها جمله لكن ما كملتش، وتطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي وادي دجله. ضربه مرمى النادي وادي دجله، ولا ادى الحكم ايه؟ مدي تسلل، او مدي ايه؟ مش رافع ايده، يبقى مدي فاول. هيلعب على طول اسلام طارق، لعب اسلام طارق طويله وعاليه، ترجع من اسلام جمال، تعدي وتطلع وتبقى رمي التماس لصالح نادي وادي دجله. تامر محب على اللعبه، تامر يلعب، تامر وتاني الكرة على طول، بودي جباس يلمس، تطلع توصل تاني، ملعوبة على طول رايحة جاية، كرة توصل لتامر محب الظهير الأيمن، يلعب في نص الملعب، ملعوبة على طول من محمود شوقي الناحية الثانية، تقطع توصل الثاني ناحية اليمين. هجمة النادي الزمالك، مصطفى فتحي بيحاول مصطفى، وادي واحدة تاني جوه، باسم يقدر دخل جوه. الحكم مدي ايه؟ في رايه وفي تسلل. ادى باسم، كان عايز ياخد ويلف ويعدي ويلعبها، وتعدي منه باسم وتبقى على طول، كان فيها عبد الله سيسي مشارك وعلى طول بيدي القرار تسلل. اتلعبت الكرة ناحية الشمال لتاحة، محمد تاحة يلعبها في نص الملعب لأيمن عادل، استلام وعايز يعدي، أيمن يلعبها تاني ورا محمد عبد العاطي وجنبه تامر، يلعبها على طول توصل لمحمد شريف يلعب لدودي جباس، الضغط اسلام جمال يقطع، توصل معروف يلعبها مقطوعه تاني، توصل لعبد العاطي، محمد عبد العاطي على الكوره، يرجع لتامر محب يلعبها تاني هجمه النادي وادي دجله، ماشي ومحاوله تتلعب لمحمد عبد العاطي واحمد سمير معاه، والعرضيه وابو جبل طالع ماسك على مرتين. محمد ابو جبل طلع مسك كورته، لعب بايده على طول صالح موسى، يلعب لمصطفى فتحي، نازل يستلم مهارته العاليه، ماشي على طول مصطفى فتحي احد نجوم هذا الموسم مع نادي الزمالك. باسم مرسي بيحاول، باسم الضغط عليه، صفاره ابراهيم نور الدين جاب اللعبه، مدي القرار والفاول لصالح نادي الزمالك. فاول لصالح نادي الزمالك. مباراة النهارده هي الأخيرة في الدوري العام، ودي معروف يسقط عند سيسي، هيبان بعد هذا اللقاء القائمة الجديدة. شفنا تعاقدات كتير لنادي الزمالك هذا الموسم، هيعلن عنها كاملة، وهيعلن عن أبرز الراحلين إلى أندية أخرى زي ما النادي الأهلي وزي كل الأندية. هيبدأ من النهارده 15 يوم من آخر مباراة للزمالك ودجلة إعلان القائمة بتاعته. بقاري حامد يلعب على طول ناحيه احمد سمير يلعب لمعروف، لما معروف لعب لاحمد سمير، عايز يلعب عرضيه تخبط وترجع له، الضغط على طول ترجع لاحمد سمير، لسه سمير عايز لسه وتطلع، تبقى ايه؟ تبقى رمي التماس. اتلعبت عرضيه والركنيه الاولى على طول الدفاع، واول ركنيات اللقاء اعزائي مشاهدي نايل سبورت في الدقيقه 9 لصالح نادي الزمالك. اول ركنيه في اللقاء لنادي الزمالك الدقيقه 9 من احداث المباراه، والتعادل ما زال يسيطر هنا في استاد بتروسبورت. الزمالك في مسك الختام مهرجان الدرع العام مع وادي دجله خامس الدوري. عرضيه تاني المحاوله، لسه الكوره محمد عبد العاطي طلع، رمي التماس لصالح نادي الزمالك. تماس لنادي الزمالك، اتلعبت ترجع لورا تاني على طول الهجمه، تتلعب على طول من طارق حامد، يغير اللعب عن صالح موسى بيستلم، يلعب العرضيه على طول، تاحه بيطلع، ترجع تاني نادي الزمالك نص الملعب ملعوبه، يلعب لاسلام جمال، يغير
على طول، تاني على طول الكرة بتتقطع توصل لتامر محب، وتامر محب يلعب على طول، وكرة طولية والمحاولات لسه الكرة في اللعب، وتاني عايز يعدي على طول ايمن عادل، ولكن حسام على طول بيطلع من قدامه اسلام جمال بتريز. احمد سمير بيحاول، احمد سمير اتضغط عليه صفاره والفوز. النهارده زي ما قلت ختام وبيان النهارده اللعيبه اللي راحله واللعيبه اللي هتلعب الموسم الجديد، ايضا في موسم المدربين والانتقالات. شفنا عم كبير جدا من المدربين تولوا فرق النهارده. الدوري العام المصري لما قلنا النهارده 18 نادي، في 17 نادي وضح مدربينهم حتى الان، منهم 2 اجانب بس، ميلادينوف البلغاري في الاتحاد وفيريرا في الزمالك، و15 مدرب وطني، ولسه النادي الاهلي ما حددش ان كان فتحي مبروك مستمر او في مدرب اجنبي. بنبارك لكل المدربين، نتمنى لهم كل التوفيق. جيل صاعد واعد، طارق يحيى في الجيش، مش يعني هاني رمزي في انبي، كابتن شوقي غريب في الانتاج الحربي الصاعد، كابتن عماد النحاس في اسوان، كم كبير جدا من المدربين، يعني مش عايزين نقول اسم وننسى اسم، لكن نتمنى لهم كل التوفيق. نتمنى كمان كابتن عبد الظاهر السقا النهارده مع الاستوديو التحليلي معانا، وهو المدرب العام مع كابتن شوقي غريب، ومع الكابتن عبد الستار صبري، ومع الكابتن شيتوس هو الجهاز الفني الجديد للانتاج الحربي. نتمنى لهم كل التوفيق. تطلع الكرة وتبقى رمية تماس، بنقول دايما ونتابع برضو من المدربين المميزين جدا اللي هيثبتوا وجودهم او اثبتوا وجودهم في الفتره اللي هيحاولوا يثبتوا وجودهم. كابتن احمد حسن في بتروجيت، نتمنى له كل التوفيق. باسم الضغط عليه النهارده تتلعب. كابتن محمد صلاح في الاستوديو بنهنيه لانه احد المدربين اللي قادوا الزمالك، 4 مدربين قادوا الزمالك في هذا الموسم للوصول للدرع، بدايه من حسام حسن ثم ميدو ثم باتشيكو، مجموعه كبيره من المدربين، كابتن فيريرا، كابتن محمد صلاح، كل المدربين اللي شاركوا. وادي على طول طبعا التهنئه لمجلس اداره نادي الزمالك بالكامل. وادي الكوره على طول، تطلع الكوره تبقى رميه تماس لصالح نادي الزمالك. تاني دخلنا على الدقيقه 11، بدانا الدقيقه 12 اعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان. وادي ترقيصه معروف، ولسه التعادل السلبي. معروف يلعب على طول، التغطيه مقطوعه، محمود يلعبها تاني ناحيه اليمين، هجمه لنادي دجله، محاوله تتلعب لدودي جباز. دودي جباز عايز يعمل هات وخد، ما كملش معاه محمود شوقي، وتطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. طبعا اعذرونا اعزائي مشاهدي نايل سبورت ان كان هناك اعادات ما بنقدرش اتابعها معاكم، لان حتى الان المونيتور معانا ما فيش مونيتور شغال. اتلعبت على طول نص الملعب، باصتين 3 توصل لمعروف، معروف يرجع لورا، توصل لاسلام جمال، اسلام جمال يغير لاحمد دودار العائد لصفوف نادي الزمالك في هذا اللقاء بعد فتره اصابه، توصل لطارق حامد. النهارده فرصه لفريرا يجرب مجموعه من اللاعبين قبل ما يسافر ويحدد المسافرين للكونغو. ودي واحده على طول مصطفى فتحي، لكن على طول التغطيه موجوده من اسلام طارق. اسلام يلعب لكريم مسعد، كريم مسعد يلعب في نص الملعب لايمن عادل، بيحاول يعدي يلعبها تاني لكريم مسعد، لم كورته، لعب في نص الملعب محمد فاروق، ماشي فاروق هيلعب لمين؟ بيدور لسه فاروق، لعب باص مش مظبوط. احمد سمير يلعبها على طول لباسم، بيلعب بكعبه ما كملتش، تتقطع توصل لتامر محب. تامر محب لم كورته تامر ويلعب على طول، ومحمد شريف يرجع لتامر محب. تامر محب هيلعب لمين؟ لسه تامر يلعب لعبد العاطي، عبد العاطي يلعب لشريف، لم كورته تاني بيدور هيلعب لمين؟ داخل لجوه شريف يلعبها حلوه تاني، هجمه لفاروق، فاروق يلعبها، التغطيه موجوده على طول وتطلع، لسه الكره في اللعب لسه ما طلعتش، وتطلع على طول وتبقى رميه تماس لصالح نادي وادي دجله. تماس لوادي دجله جنب الرايه الركنيه هتتلعب، هنشوف هتتلعب ازاي رميه تماس، هل طويله ولا قصيره ولا ايه؟ ادى فاول، والله ادى فاول جنب الرايه الركنيه، فاول لصالح نادي وادي دجله. موجود نجوم نادي الزمالك اللي مش مشاركين، سواء محمد ابراهيم، حازم امام، مجموعه كبيره موجوده في المقصوره هنا، والفاول على طول الجمهور بيحييهم. هتتلعب من تامر محب من ناحيه اليمين، وحيطه من نادي الزمالك من 2 لعيبه، وهنشوف هتتلعب ازاي من تامر محب. دخلنا على الربع ساعه الاولى تقترب من النهايه، ربع ساعه الاولى
تقترب من النهايه، اتلعبت على طول لمحمد عبد العاطي، محمد عبد العاطي بيشوط تخبط احمد سمير، على طول يلعب احمد سمير، باصه سريعه تبدا هجمه على طول لنادي الزمالك. توفيق وماشي، احمد توفيق هيلعب لمين؟ لعب ورا لباسم، وباسم بيغير اللعب يلعبها على طول 3 4 باصات توصل لاسلام، واسلام يغير الناحيه الثانيه توصل لصالح، وصالح عايز تلعب على طول لمعروف، ومعروف عايز يعدي، عدى معروف يلعبها الناحيه الثانيه، لسه الكره توصل لمصطفى فتحي، مصطفى فتحي وعايز يلعب العرضيه، مصطفى فتحي لم كورته، مصطفى هيلعب لمين؟ لسه مصطفى فتحي يرجع ورا تاني لطارق حامد، وطارق صالح فتح له في اليمين، اتلعبت له صالح لكن على طول بيطلعها الدفاع وتطلع وتبقى رمي التماس لصالح نادي الزمالك. تماس للزمالك هتلعب على طول من ناحيه اليمين، لعب التماس، هنشوف تماس لنادي الزمالك اتلعبت على طول توصل لعبد الله السيسي، بيلم يلعبها تاني لورا باصتين 3 ترجع لاحمد سمير، واحمد سمير عايز يعدي، ماشي احمد سمير يعدي لمين؟ يلعبها ناحيه الشمال لمصطفى فتحي، مصطفى فتحي يلعبها لاحمد سمير عايز يلعب العرضيه، لعب العرضيه على طول التغطيه موجوده من اسلام طارق، ويطلع واحده طويله عند محمد شريف ياخد رميه تماس لصالح نادي وادي دجله. تماس لدجله في نص الملعب بالتمام والكمال، دخلنا على الدقيقه الاولى في والربع ساعه الثانيه من الوقت الاصلي الشوط الاول، وتامر محب يلعب لمحمد عبد العاطي، محمد عبد العاطي يلعب في نص الملعب وسطين 3 ايمن عادل، وايمن يلعبها ناحيه اليمين لتامر محب، وتامر محب يسقط واحده على طول عند دودي الجباس، كده على طول التغطيه تطلع وتبقى الركنيه الاولى لصالح نادي وادي دجله. الركنيه الاولى. شكرا للزملاء في الهندسه الاذاعيه، على طول ادونا الصوره في المونيتور عشان نقدر نبقى معاكم في كل لعبه. وارد طبعا ظروف النهارده، يعني مش عايز اقول لكم الناس كلها بتشتغل تحت ضغط، بيشتغلوا الناس تحت ضغط والظروف، وداخلين متاخرين شويه لظروف الترتيبات الامنيه للمباراه، وعشان كده بنحاول بقدر المستطاع عشان ننقل لكم افضل صوره دايما بتشوفوها في النيل نايل سبورت. ادي اللعبه على طول، وادي الكوره على طول تتلعب توصل، وادي الجماهير الجميله، ادي المونيتور بقى وفايدته مع مخرجنا ومع استوديو التحليلي بنقدر نديكم، ادي اعضاء نادي الزمالك وجماهير بعض محبي نادي الزمالك، وعلى طول بيلعب محمد ابو جبل، واحده طويله ابو جبل على طول بالراس ترجع تاني، وادي على طول وسيسي بيدور لكن على طول معاه اسلام طارق، توصل الكوره على طول ناحيه اليمين محاوله، وادي فيريرا وجهازه كابتن اسماعيل يوسف تجانا الكره المصريه، حقيقه جهد كبير جدا هذا الموسم اسماعيل يوسف. تاني مصطفى فتحي عايز يعدي بيدور يشوط، مصطفى يا مصطفى فوق وضربه مرمى، يا مصطفى وفوق وضربه مرمى، وادي لعبه تاني بتتعاد لنا. مصطفى فتحي عدى من واحد، عدى من تاني، عنده مهاره عاليه وعلى طول بيحاول، وفرصه كبيره تضيع لنادي الزمالك. ادي تيجانا بيخبط كده ليه حق، لعبت الكوره على طول يلعب هيثم كوره طويله تاني بيطلع الدفاع، تاني محاوله توصل ناحيه اليمين تطلع تبقى رمي التماس لصالح نادي وادي دجله. على اللعبه كريم مسعد، بقول لحضراتكم بعد هذا اللقاء هيكون في ادي يجي وصل مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك داخل المباراه، بيحييه المقصوره الرئيسيه والجهاز الفني هنا وهنا بيحاولوا يقدموا افضل ما لديهم. مباراه مهمه جدا، موجود ايضا في اللقاء كابتن علي ابو جريشه، وهذه لقطه جميله اهو العناق كابتن علي ابو جريشه هو المشرف عام على الكره بنادي وادي دجله موجود في المقصوره، والسلام والتحيه. وهنبدا ونعود تاني للقاء اعزائي مشاهدي نايل سبورت، معاكم اللقطه على طول بعد اللقاء في مراسم تسليم الدرع العام، وهنشوف ونتابع مع بعض، وايضا هنتابع ودي وحشتونا المدرجات والجماهير، نتمنى جماهيرنا تعود بشكل محترم بشكل جميل، واعتقد ان في جهود جميله معموله في هذا المجال نتمنى لها التوفيق. تاني وثالث والرابع بنبارك نادي الزمالك، بنتمنى للكره المصريه كل التوفيق، نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق ان شاء الله يوم السبت القادم لقاء الهام جدا في سوسه مع النجم الساحلي، وادي المستشار جلال ابراهيم، وادي
مستشار احمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك. نتمنى ان نادي الزمالك كل التوفيق في لقاء ليوبار، الفوز او التعادل يضمن له قمه مستريح جدا. نتمنى لسموحه كل التوفيق في الانديه الابطال مع مازيمبي، ما زال له فرصه، لان لازم نعرف ان الهلال ومازيمبي 5 نقاط ونادي دجله 3 نقاط، واسف نادي سموحه 3 نقاط. تطلع الكوره وتبقى رميه تماس لصالح نادي وادي دجله. ايضا ما ننساش بنهني منتخبنا الاولمبي تاهله للتصفيه الاخيره للتاهل للدوره الاولمبيه، نتمنى له كل التوفيق، جهازه الفني كابتن حسام البدري، ومنتخبنا الوطني نتمنى له التوفيق في لقائه الهام جدا للتاهل ان شاء الله لتصفيات كاس العالم. محاوله لنادي وادي دجله، بنحاول نقول لكم كل المعلومات. وادي تاني المحاوله، دودي جباس تاني، دودي يلعب لمحمد عبد العاطي. محمد عبد العاطي استلم، بيحاول يعدي عبد العاطي، عنده مهاره عاليه عبد العاطي، لم عبد العاطي لعبها حلوه لمحمد شريف، ما ظبطش معاه. وادي حماده صدقي المدرب الواعد لنادي وادي دجله. بقول لحضراتكم 4 مدربين مسكوا منتخب مصر بيتولوا الانديه المصريه في الدوري العام. كابتن حسن شحاته المقاولين العرب، كابتن شوقي غريب في الانتاج الحربي، كابتن حماده صدقي في نادي وادي دجله. وادي واحده تاني محمد فاروق، وبرافو يا ابو جبل، محمد فاروق وبرافو يا ابو جبل. بقول لحضراتكم المباراه عشان ما فيهاش صراع نقطه ونقطتين، بتتلعب جيم مفتوح وبمنتهى الجمال بدون حساسيه. ادي فاروق بروح رياضيه رايح كده، بيبص كده، ادي اللعبه حلوه، يا سلام يا محمد، ده شريف الباص. وشوف بقى محمد فاروق قطع من بين قلبي الدفاع واستنى وتردد وقطع عليه كويس قوي محمد ابو جبل وصد الكوره على طول. واقع لاعب من الزمالك قام سليم الحمد لله. نستأنف مع بعض. قلت لحضراتكم المدربين مدربين مخضرمين، كابتن حماده صدقي، كابتن شوقي غريب، كابتن حسن شحاته، مدربين كبار جدا. ايضا موجود جيل كابتن فتحي مبروك لانه درب منتخب مصر، دول 4. ايضا موجود جيل واعد صاعد زي كابتن هاني رمزي، كابتن طارق يحيى، كابتن احمد حسن. تطلع الكوره وتبقى رميه تماس، كابتن عماد النحاس، يعني مش عايز اقول اسم وانسى اسم. نتمنى لهم جميعا كل التوفيق، واعتقد هيبقى موسم ملتهب، ولا بد مع نهايه الموسم ان احنا بنقدم كل التحيه وكل التقدير وكل الشكر الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه الاستاذ جمال علام، الاستاذ ايهاب لهيطه مشرف على المسابقات، الدينامو الاستاذ الحاج عامر حسين الحقيقه ولجنته المحترمه، عملوا موسم على اعلى مستوى وتحملوا الكثير عشان يلعبوا 324 يوم. لا تتخيلوا، اكثر المتفائلين لم يكن يتوقع ان الدوري العام هيبدا، لكن في حقيقه جهد كبير لجنه الانديه وتعاون الانديه كلها، والجهد الكبير للوزير المحترم المهندس خالد عبد العزيز، الجميع، وايضا لوزاره الداخليه. الحقيقه كل كان حريص، وايضا للاستاذ او المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، كان في اصرار على استئناف الدوري. بنؤكد ان مصر الخير، ام مصر الامن والامان، نتمنى لها كل التوفيق. بنبارك لمصر كلها ان شاء الله العيد الكبير، عيد مصر يوم الخميس القادم، افتتاح قناه السويس الجديده. بنقول مبروك لكل الشعب المصري، مبروك للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمناها سنه خير ان شاء الله وافتتاح خير على كل المصريين. نعود للقاء ولعب على طول وركنيه ثانيه لنادي ادي على طول كابتن حماده صدقي، كابتن حموري، كابتن. الركنيه الثانيه لنادي دجله، ركنيتين لدجله مقابل ركنيه لنادي الزمالك، وهنشوف هتتلعب ازاي من ناحيه اليمين. بقول لحضراتكم النهارده منظر جميل جدا في المدرجات، يمكن زحمه شويه في الدخول، نتمنى كده نتخلص من الحكايه دي وندي مكان للاعلاميين واللي عنده مهمه يخش مستريح، لكن عموما كان شيء جميل جدا. مصطفى يوصل الكرة على طول تتلعب ناحيه اليمين، عادي على طول محاوله للمرور، مصطفى يلعبها على طول تاني على طول الهجمه لنادي الزمالك، وتاني تتلعب الكرة الناحيه الثانيه لعبد الله لمعروف، ومعروف يلعب العرضيه يطلع الدفاع، تطلع الكرة وتبقى ضربه ركنيه لصالح نادي الزمالك. والركنيه الثانيه لنادي الزمالك، ركنيه هنا وركنيتين هنا وركنيتين هنا، التعادل في اللقاء. تتلعب الكرة هنشوف ناحيه الشمال، هتتلعب من ناحيه الشمال، ضربه الركنيه الثانيه لصالح نادي الزمالك، وهنشوف هتتلعب ازاي من ناحيه اليمين، ملعوبه عرضيه وتاني على طول هيثم توصل لمعروف، استلم كويس معروف
يلعبها احلى لاحمد سمير، واحمد سمير لمعروف بيحاول، الضغط عليه اتقطعت حذاري من المرتدات لكن ما اتبسطش صح، اتقطعت توصل لصالح موسى. صالح موسى يوصل لطارق حامد، وادي فريرا على طول واقف، مدرب صارم قوي حقيقه، عمل جهد كبير جدا مع الفرقه، اتلعبت في حب وفي كده حياه بينه وبين اللعيبه، تتقطع توصل الكوره لاسلام طارق. دخلنا اعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان على الدقيقه 25، اخر تلت ساعه من الوقت الاصلي للشوط الاول، ما زال التعادل السلبي بدون اهداف. لعب احمد سمير، عبد الله سيسي يرجع لورا على طول، اسلام يلعب لاحمد سمير، لم كورته احمد سمير يلعبها على طول معروف يلعب لباسم، باسم بيتحرك بياخد فاول، بيتحرك كويس بياخد فاول، وفاول لصالح نادي الزمالك. فاول لنادي الزمالك في ناحيه اليمين حاسبها ابراهيم نور الدين. حتى الان معدل التهديف 2.3 تقريبا، 907 هدف في 379 مباراه، الارقام ما بتكذبش. وتحيه كده لمحمد ابو جبل من الجماهير، هنا بينادوا عليه وبيحيوه على اللعبه اللي صدها. والفاول على طول احمد سمير، سابها على طول لتوفيق، احمد توفيق بيلعبها ما ظبطتش معاه، تطلع الكوره وتبقى ضربه مرمى، ما ظبطش مع احمد سمير. وادي فيريرا واقف هنا بقى الصرامه في ادائه، وضربه مرمى لصالح نادي وادي دجله. جهد كبير نادي وادي دجله، الحقيقه منظومه برضو لازم نقول عليها ونهنيها، منظومه محترمه جدا. مهندس ماجد سامي، استاذ هاني فؤاد، استاذ ماجد حلمي، ورئيس النادي حاليا الزميل العزيز والناقد الكبير الاستاذ حسن مستكاوي رئيس نادي وادي دجله، نحنيهم الحقيقه عاملين منظومه جيده جدا واضافه للكره المصريه. صفاره وفاول في لعيب واقع، نتمنى السلامه لكل اللاعبين، وكان معاه عبد الله السيسي بيقول ما عملتلوش حاجه، وانذار، واول انذارات اللقاء عبد الله سيسي. عبد الله سيسي اول انذار في المباراه، ادي اللعبه وادي المقصوره تاني، وادي مرتضى مستشار مرتضى منصور، وادي امين صندوق نادي الزمالك، وادي نائب رئيس، وادي مستشار جلال ابراهيم رئيس النادي الاسبق، وكل الموجودين هنا. هنشوف ونتابع احداث اللقاء، وادي فيريرا بيتكلم لاعيبته. اعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان، اكيد هيكون، وادي كابتن حماد الصدي الناحيه الثانيه، اكيد هيكون في تحليل وتتبيع ومتابعه اكثر في الاستوديو التحليلي النهارده. عندنا وادي لقطه جميله، الفرح دايما والابتسامه بتبقى ليها ثمن. استوديو النيل زميل العزيز كابتن تامر صقر، وضيوفه الكرام كابتن محمد صلاح تاني بنهنيه، والكابتن عبد الظاهر السقا اللي بنهنيه على منصبه كمدرب في نادي الانتاج الحربي، نتمنى له كل التوفيق. ادي اللقطات وادي المتابعات، والمدربين هنا وهنا بيتكلموا، وهتبقى في لعيب واقع نتمنى له السلامه ويخرج ويعود تاني للملاعب، لسه مفيش اي بدلاء، والدقيقه 27 اعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان. ابراهيم نور الدين مستني اللاعب يخرج عشان يبدا اللقاء تاني، وهيلعب محمد تاحه، وادي على طول دودي جباس اللقطه معاه، هيلعب تاحه النهارده يمكن اكتر من لاعب بره التشكيل في نادي الزمالك وفي نادي دجله. اتلعبت على طول توصل لابو جبل، ابو جبل بيلم كورته، ابو جبل يلعبها بايده على طول، تبدا هجمه نادي الزمالك. توفيق، احمد توفيق ماشي، توفيق يلعبها ناحيه مصطفى فتحي، لم فتحي يرجع لورا لطارق حامد، يغير اللعب يلعب لدويدار، ودويدار يلعب على طول لاسلام جمال، اسلام لمعروف، معروف يلعب لدويدار، دويدار لمعروف، معروف يلعب تاني لصالح موسى، صالح موسى يلم ويلعب باص طولي عند سيسي مقطوعه، تطلع الكرة توصل ناحية اليمين تاني لصالح موسى، صالح موسى يلعب على طول لطارق حامد، طارق حامد بيلم ويغير الاتجاه يلعبها ناحية اسلام جمال، اسلام جمال يلعب لمعروف يوسف، ومعروف يلعب لاحمد سمير، سمير هيلعب لمين؟ احمد سمير لعب باص مش مظبوط اتقطعت، تبدا هجمه محمد عبد العاطي يلعبها ناحيه الشمال، لكن احمد سمير تاني بيحاول فيها، تتقطع الكره توصل تاني تطلع وتبقى رمي التماس لصالح نادي الزمالك.
تماس لنادي الزمالك من ناحيه الشمال، اتلعبت على طول توصل لطارق حامد، يلعب واحده او احمد توفيق يلعب واحده طويله على طول ناحيه الشمال، محاوله للمرور تتقطع تطلع وتبقى رميه تماس. تماس على طول اتلعبت ناحيه الشمال تاني على طول، محاوله لطارق حامد الناحيه الثانيه وحلوه العرضيه وعلى طول تاحه بيطلع، لسه الكره عاليه وتاني على طول طالع في الهواء غلط وصفاره وفاول، طالع غلط صفاره والفاول، فاول لصالح نادي وادي دجله، اداها ابراهيم نور الدين. مباراه سهله ليه، مباراه تكريميه ليه، وادي على طول كان الفاول باين جدا على مصطفى فتحي. ادي مهندس سمير عدلي واستاذ وليد مهدي النهارده ومعاهم الكابتن انور صالح، هم النهارده المنسقين والمسؤولين عن هذا اللقاء، نتمنى لهم كل التوفيق من اتحاد كره القدم، هم المنظمين لهذا اللقاء. هيلعب ضربه المرمى هيثم محمد ودودي جباس، كده في حاجه بيتعالج وهيرجع تاني، هنشوف مين من اللعيبه، وتاني الحكم بيقول العب، في حاجه كده في الايد. هيلعب هيثم محمد، هيثم يلعب واحده طويله معديه تاني على طول بالراس تطلع تبقى رميه تماس لصالح نادي وادي دجله. تماس لدجله نص ساعه اعزائي مشاهدينا السبورت في كل مكان بالتمام والكمال، ودخلنا على الربع ساعه الاخير من الوقت الاصلي الشوط الاول، وما زال التعادل السلبي في اللقاء رقم 380 الزمالك ودجله، وختام اطول دوري في تاريخ الكره المصريه بل والكره في العالم. تاني كره على طول توصل لمعروف، معروف يلعبها لاحمد سمير ناحيه الشمال، احمد سمير لم ودخل لجوه، احمد سمير يلعبها على طول لطارق حامد، طارق حامد بيلم كورته بيقف عليها وبيلف لفه حلوه ويلعبها لصالح موسى فاضي خالص ناحيه اليمين، صالح ما يلحقش تطلع وهينزل محمد تاحه، وادي فيريرا واسماعيل يوسف بيتابعوا، ونزل محمد تاحه هو اللي كان مصاب في اللعبه اللي فاتت. اتلعبت رميه التماس على طول ورا لاسلام طارق، اسلام طارق بيلم كورته، اسلام يلعب واحده طويله على طول بتخبط في صالح موسى توصل لاحمد دويدار، دويدار يلعبها على طول جنبه لاسلام جمال، اسلام جمال لمعروف يوسف، معروف يوسف وعايز يعدي، عدى معروف ناحيه الشمال بيحاول يلم كورته معروف وعدى بمهاره ويلعب العرضيه حلوه يطلع الدفاع لكن لسه خطر، مصطفى فتحي ويطلع تاحه لسه خطر، مستني يا توفيق ايه صعبه جدا. على طول كريم مسعد يلعب، تبدا على طول صالح موسى يقطع، يلعب صالح موسى هجمه تاني نادي الزمالك، تتلعب طويله تاني بتوصل ناحيه الشمال، معروف ويلعبها وتاني على طول، برافو يا هيثم، برافو يا هيثم، باسم مرسي وفرصه ضايعه هيثم محمد، زي ما قلنا لابو جبل برافو بنقول لهيثم برافو. ادي الكوره ادي باسم وادي على طول هيثم صادد وقافل عليه الزاويه، فرصه هنا وفرصه هنا اعزائي مشاهدينا السبورت حتى الان، والمباراه نظيفه والتعادل السلبي بدون اهداف، وركنيتين هنا وركنيتين هنا، ولسه المباراه ما استمتعناش، لسه عايزين اجوال، عايزين نستمتع. الجمهور اللي موجود هنا اعضاء ومحبي وعشاق نادي الزمالك وايضا باقي الموجودين في ختام الدوري المصري. تاني تامر محب يلعب واحده طويله، دودي الجباس تعلى منه نص الملعب بقت مشتركه، توفيق اخد وبيحاول صفاره والفاول لصالح احمد توفيق. ادي على طول مسؤول اتحاد الكوره زي ما قلت لحضراتكم استاذ انور صالح، مهندس سمير عدلي واستاذ وليد المهدي، وكلهم مسؤولين عن تنظيم هذا اللقاء ومهرجان بعد اللقاء تسليم الدرع العام. باصتين ثلاثه توصل لطارق حامد، طارق يلعب لمصطفى فتحي، فتحي يلعب واحده طوليه، باسم مرسي على عبد الله سيسي تطول تطلع من الدفاع، لسه تامر محب ويلعب على طول بدماغه معروف ناحيه اليمين، لسه مفيش كده ربط تطلع وتبقى ضربه مرمى. ادي زملائنا الاعلاميين والتغطيه اللي موجوده، وموجود ايضا لعيبه نادي الزمالك البدلاء اللي خارج، حازم امام ومجموعه كبيره من اللعيبه موجودين في المدرجات، وضربه مرمى هيلعبها هيثم محمد، هيثم محمد على اللعبه، لعب هيثم طويله وعاليه توصل معديه توصل ناحيه اسلام جمال يسيبها وياخد منها ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. ضربه مرمى لنادي الزمالك على اللعبه ابو جبل، ابو جبل بيهدي هو اللي هيلعب ضربه المرمى. مباراه ملهاش
حافز النقاط، يعني بيلعبوا الفريقين بأريحية كاملة، وبالتالي المفروض نتفرج ونستمتع بأداء أفضل هنا. وهي لعبت الكرة على طول ناحية اليمين، تاني على طول لعب توصل في نص الملعب، محاولة المرور لديودار، راح ديودار لعبها ناحية اليمين مصطفى توفيق يلعبها على طول معروف يغير، حلوة لباسم، وباسم مرسي يلعب العرضية، ومين رايح لسه الكرة يطلع الدفاع، محمد تحت قبل سيسي، توصل لمحمد عبد العاطي، لعيب مهاري ولعيب مميز، معدي محمد عبد العاطي معاه معروف، قطع معاه القوة هنا، معروف استلم، يلعب مصطفى فتحي يلعب في الشمال لباسم مرسي، وباسم مرسي بيلم كورته، باسم يلعبها على طول مصطفى فتحي، لكن على طول التغطية موجودة، وتطلع الكرة طويلة توصل على طول عند محمد شريف وعايز يعدي، عدى شريف، دودي جباس اتلعبت على طول محمد فاروق، اي حاجة عرضية مفيش حد مكمل، توصل على طول ابو جبل يحافظ عليها وتطلع وتبقى ضربة مرمى لصالح نادي الزمالك. ادي على طول الجماهير اللي موجودة في الملعب، وادي عمرو زكي ايضا جاي النهارده يشارك نادي الزمالك افراحه. عمرو زكي كان احد نجوم نادي الزمالك، والنهارده جاي يشارك نادي الزمالك افراحه. وادي مصطفى فتحي ويلعبها تطول باسم ما يلحقش، تطلع وتبقى ضربة مرمى لصالح نادي وادي دجله. 35 دقيقة أعزائي مشاهدينا السبورت، ودخلنا على الدقيقة 36، ما زال التعادل السلبي يسيطر على أجواء اللقاء هنا في استاد بتروسبوت. وادي واحدة على طول تتلعب طويلة، بعدين محاولة توصل لأبو جبل، ما يقدرش يمسك، يلعب لصالح موسى ناحية اليمين، صالح موسى يلعبها طولية على طول لطارق حامد، صالح موسى جاي له، رجع لورا هو، راجع طارق يرجع تاني لأبو جبل، وأبو جبل يلم كورته، يلعب واحدة طويلة وعالية توصل ناحية تامر، ومعاه باسم بياخد، باسم مرسي يبحث عن الهدفين اللي متبقيين مع حسام باولو، توصل على طول طويلة لباسم، تاني ناحية الشمال يلعبها أي حاجة تطلع وتبقى ضربة مرمى لصالح نادي وادي دجلة. بقول لحضراتكم حتى الآن أكثر الحكام أيضا إدارة للمباريات كابتن إبراهيم نور الدين. مباراة النهارده هتكون المباراة رقم 23 ليه في إدارة الدوري، وادي فيريرا هنا بيدي توجيهاته، شكله كده هيعمل تغييرات ما بين الشوطين، عشان كده بيدي تعليمات مبكرة أو بيقول حاجة مش عاجباه، هو غير راضي عن الأداء باين من إشارة إيده الأخيرة. تاني كرة على عبد الله سيسي توصل لباسم، يلعب لعبد الله سيسي، الحكم بيقول اداله الفرصة، واقع باسم نتمنى له السلامة، وسيسي بيروح رياضية بيرجع لورا، تاني على طول لمعروف، ومعروف بيغير لما قام باسم، خلاص اتلعبت مصطفى فتحي وعايز يركنها في البعيدة، تطلع وتبقى تبقى ضربة مرمى، وفي كارت وقع تاني باسم، وفي كارت انذار، والانذار على طول باين ادى القرار حكم اللقاء بادي باسم، وادي اللعبة تاني اداله الكارت يبقى الانذار التاني في اللقاء. هل اسلام طارق ولا مين؟ اعتقد اسلام طارق، هنشوف الانذار، وادي على طول ادى الانذار اهو ابراهيم نور الدين، يبقى تاني انذارات اللقاء رقم 36 فعلا اسلام طارق، يبقى اسلام طارق انذار، وعبد الله سيسي انذار. ادي الجهاز الفني الكادر معاه، لسه ركنيتين هنا وهنا، وتعادل حتى في الانذارات 1-1. تاني طارق حامد يرجع ورا على طول لاسلام جمال، واسلام جمال يلعب لاحمد دويدار، ودويدار يلعب لصالح، صالح يلعب ناحيه اليمين، محاوله تاني، لسه الكوره مع نادي الزمالك، توفيق يرجع تاني لدويدار، ودويدار يغير ويلعب لاسلام جمال، اسلام جمال يلعب لمعروف يوسف، معروف يوسف عايز يلعب لمين؟ لعب لسيسي، سيسي لطارق حامد، طارق حامد يغير ويلعب لتوفيق، توفيق يلعب ناحيه اليمين وعايز ياخد تاني، ومحاوله للمرور، لسه الكره واقف عليها توفيق، بيغير اتجاهه ويلعبها على طول 3-4 باصات نادي الزمالك. طارق حامد يا ولد يا لعيب موت كويس وغير كويس، لعب لاحمد سمير، واحمد سمير يقدر يلعب العرضيه، والعرضيه طويله شويه، لا سيسي يلحق باسم، وبرافو
برافو يا عبد الله يا سيسي، وبرافو يا باسم، وبرافو يا هيثم محمد. وادي على طول الراجل اللعبه الحلوه ما يختلفش عليها اتنين، على طول فيريرا. ادي اللعبه طولت شويه لكن لفت، سيسي رجعها بشكل جيد، باسم خدها مباشره لكن بخته كويس، ويقظه برضه من هيثم في الزاويه على طول قافل وسط. تتلعب الكوره ناحيه اليمين تاني، دويدار يرجع تاني صالح موسى والله لابو جبل، احمد ابو جبل، محمد ابو جبل، ابو جبل يلعب لاسلام جمال، واسلام جمال ادي بدلاء نادي الزمالك. اعتقد هيكون في دور النهارده لاكثر من لاعب في صفوف نادي الزمالك. هل هيجرب مجموعه من الشباب ولا هيجرب الخبره؟ خالد قمر واحمد علي عنده ويوسف اوباما، 3 مهاجمين، وعنده 3 شباب، محمود خليفه ومحمد عبد المجيد. هل مين فيهم اللي هيلعب؟ هنشوف ونتابع مع بعض. باصتين 3 توصل لمعروف، معروف بيلم كورته. دخلنا 40 دقيقة أعزائي مشاهدينا السبورت في كل مكان، وآخر 5 دقايق من أحداث اللقاء. ودي أحمد علي، أحداث الشوط الأول طبعا الوقت الأصلي، وهنشوف هيدينا وقت بدل ضايع، أعتقد هيكون قليل قوي. توصل تاني لإسلام، وادي أوباما، وادي كل بدلاء نادي الزمالك. تتلعب الكرة لدويدار، أحمد دويدار هيلعب لمين؟ ماشي دويدار يلعب لمعروف، معروف يرجع تاني لدويدار، دويدار لمعروف، معروف بيلم كورته، معروف بيدور يسقط واحده جوه لكن تحى في الميعاد. توصل ناحيه اليمين، توصل لتامر محب يلعبها على طول، لكن على طارق حامد، مسمار طارق حامد في نص ملعب نادي الزمالك، لعيب مميز، لعيب كان بارز جدا في نادي سموحه، استفاده ليه نادي الزمالك هذا الموسم. طارق يلعب على طول، باصتين 3 احمد سمير، احمد سمير الحقيقه مع ابراهيم صلاح مع احمد توفيق مع معروف، رباعي متميز جدا في نص ملعب نادي الزمالك. باصتين 3 نادي الزمالك، وتتلعب طويله الناحيه الثانيه عند باسم، باسم لو بص الناحيه الثانيه باسم ولكن اتضغط عليه، فكر هو لنفسه اتضغط، اتلعب الثاني طويله توصل لصالح، صالح موسى يلعب ناحيه اليمين، مصطفى فتحي ولا اتلعبت العرضيه سهله، هيثم محمد اللي فرض نفسه الحقيقه في نادي وادي دجله هذا الموسم. ادي على طول شوفوا الشتان الفرق، الاولانيه سقف، الثانيه دي شوفوا الراجل مش عاجبه راجع. اتلعبت توصل تاني في نص الملعب، طارق حامد، طارق يلعب على طول لمعروف، معروف احمد سمير طلع له، سمير عنده مساحه يقدر يلعب العرضيه مستريح، العرضيه معديه لسه كريم مسعد يلحق، هو كريم مسعد، كريم لحق قبل توفيق لعبها على طول تاني على طول صالح موسى، تطلع وتبقى رمي التماس لصالح نادي وادي دجله. ادي استاذ رحاب ابو رجيله عضو مجلس اداره نادي الزمالك، بقول لحضراتكم على الكل هنا النهارده، وتماس لنادي الزمالك هيلعبها كريم مسعد، كريم مسعد على التماس، لاعب كريم مسعد طويله وعاليه تعدي توصل تاني لدويدار، ودويدار يلعب لطارق حامد، وطارق حامد يلم كورته يغير يلعب لمعروف يوسف، لم الكره معروف الدقيقه 43 يرجع ورا على طول لطارق حامد، لم تاني طارق حامد غير اتجاهه لعب ناحيه صالح موسى، اتلعبت لمين؟ لعب تاني لطارق حامد، طارق حامد يلعب على طول وياخد تاني طارق يغير اتجاهه على طول يلعبها ناحيه اليمين لصالح، صالح يلعب لمصطفى فتحي، مصطفى فتحي بيلم كورته، مصطفى عايز يعدي، مصطفى فتحي لم مصطفى يغير اتجاهه ويلعب تاني لطارق حامد، وطارق حامد يلعب لإسلام جمال، اسلام جمال بيلعب لباسم مرسي، باسم شوفوا 3 على طول معاه لاحمد سمير، لم سمير يلعب لمعروف، اتضغط على معروف لكن واخد كورته تاني معروف، يرجع ورا لاسلام جمال، اسلام جمال يغير اللعب لصالح موسى، صالح لم كورته، صالح يرجع لدويدار، احمد دويدار عايز يلعب لمين؟ لسه الجيم مقفول، ثنائيات كتير جدا، دخلنا على الدقيقه 43 ونص، نقترب من الدقيقه 44، ووصل في اللحظه دي الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم للمشاركه في تسليم الدرع بعد نهايه اللقاء. وصل الاستاذ جمال علام في الماسوره الرئيسيه، واتلعبت الكره لباسم، وباسم يلعب واحده طويله على طول كريم مسعد قاطع، كريم مسعد يلم كورته كريم ويلعب واحده طوليه تتقطع تاني لصالح موسى، يلعب وياخد تاني صالح وماشي يلعبها ناحيه اليمين توصل لمصطفى فتحي، وفتحي عايز يدور على مساحه يرقص ويعدي، مهاري ياخد ضربه ركنيه، والركنيه رقم 3. ادي مستشار مرتضى منصور، وادي المقصوره، والناحيه الثانيه هنشوف هنلاقي حضر
استاذ جمال علام رئيس الاتحاد. وضربه ركنيه ثالثه لنادي الزمالك، الثالثه للزمالك، الثانيه لوادي دجله، واتلعبت مصطفى فتحي عرضيه جنب القايم. حلوه حلوه حلوه، وطالع على طول باسم، لكن جنب القايم فرصه كبيره ضايعه. اهي اللعبه، وادي باسم رايح يا ولد يا لعيب، صاروخ مصطفى اهي، وادي باسم جاي من بعيد جنب القايم، جنب القايم باسم. حلوه حلوه حلوه، تصحي الجميع. ضربة مرمى هيثم محمد، ودقيقة واحدة وقت بدل ضايع بدقيقة حكمنا الرابع ممدوح صلاح بناء على إشارة إبراهيم نور الدين. على ساعتنا كده بناخدنا آخر 10 ثواني أعزائي مشاهدي نايل سبورت في أحداث الشوط الأول، ودقيقة واحدة وقت بدل ضايع حسابها الحكم. وإبراهيم نور الدين بيتكلم مع دودي جباز بيقول له مش محتاج اعتراض. ودي كابتن حماده الصدقي بيفكر هجوم وصحوة زملكاوية توصل لأحمد توفيق، وعايز يعدي من ناحيه اليمين احمد توفيق وياخد فاول في مكان مميز. على سعيدنا كده اعزائي مشاهدي نايل سبورت انتهى الوقت الاصلي للمباراه، وبدانا الدقيقه اللي اداها ابراهيم نور الدين. وادي فيريرا على طول بيشاور، وادي الكره احمد توفيق، وكان معاه بقوه معاه ايمن عادل، وادى القرار والفاول لصالح نادي الزمالك. طالع ديودار، طالع سيسي، باسم مرسي، ديودار، ثلاثه بيجيدوا ضربات الراس، معروف يوسف هنشوف هتتلعب ازاي، ومصطفى فتحي على اللعبه هو اللي بيلعب اللعبات دي، بتلف كده فيها اللفه الخفيفه. وادي باسم مستني، سيسي مستني، وهنشوف هتتلعب ازاي. وكل فرقه دجله جوه ال 18 والثواني الاخيره اعتقد بعد هذه اللعبه ابراهيم نور الدين هيصفر. فتحي لعبه العرضيه وتاني يطلع الدفاع، تاني على طول توصل على تاني في نص الملعب نادي الزمالك، تصويبه اي حاجه تتقطع ترجع تاني في احمد سمير في الشمال. وادي ابراهيم نور الدين بيبص في الساعه بيلعبها، باسم مرسي بيسيبها لسيسي، الضغط على طول تتلعب توصل ناحيه اليمين. ومع اعزائي مشاهدي نايل سبورت صافره حكم اللقاء ابراهيم نور الدين الدولي ينهي احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف. الزمالك ووادي دجله في المباراه رقم 380 في الدوري العام، ومسك الختام لاطول دوري في العالم. اعزائي مشاهدي نايل سبورت لا تذهبوا بعيدا، بعد الفاصل استاد النيل الزملاء اللي على حضراتكم قبل هذا اللقاء، وهنتابع مع بعض. شفنا قبل اللقاء الاستوديو التحليلي مع الزملاء الاعزاء كابتن تامر صار وضيوف الكرام كابتن محمد صلاح اللي بنبارك له النهارده، وكابتن عبد الظاهر السقا ايضا بنبارك له بتوليه منصب المدرب في نادي وادي دجله، مع كابتن شوقي غريب، مع كابتن عبد الستار صبري، مع كابتن وائل شيتوس، نتمنى لهم كل التوفيق. واللقاء زي ما قلت لحضراتكم النهارده الدوري ينتهي بعد 324 يوم، بدا 15 سبتمبر 2014 بينتهي النهارده 3 اغسطس، كان المفروض ينتهي بكره 4 اغسطس، لكن مباراه الاهلي اقيمت بالامس، وبالتالي 324 يوم. في نفس الوقت كان قبل كده حامل اللقب الدوري العراقي عام 2013 اللي استمر 321 يوم، يعني هذا الدوري زاد 3 ايام عن الدوري العراقي وحصل على اللقب. عموما اليوم هو مسك الختام، اللقاء رقم 380، وحتى الان في هذا الدوري بعض الارقام السريعه بنقولها لحضراتكم. ادي لقطات من احداث الشوط الاول. بنقول هداف الدوري حتى الان حسام باولو لاعب الداخليه اللي انتقل الى صفوف نادي سموحه برصيد 20 هدف، يليه باسم مرسي عنده 18 هدف. حتى الان نادي الزمالك بيبحث عن لقب كبير جدا، وهو الوصول للرقم القياسي للتهديف، جايب 69 هدف. الرقم القياسي للنادي الاهلي 70 هدف. هل يصل الزمالك ليه؟ الزمالك 26 فوز قبل هذا اللقاء، ويبحث عن اللقاء الفوز رقم 27 ورقم قياسي. الزمالك في المركز الاول 86 نقطه، الدجله في المركز الخامس 56 نقطه وانهى. تاني بكرر وبقول كل التهنئه وكل الشكر الاتحاد المصري لكره القدم، الاستاذ جمال علام، وكل الزملاء والاعضاء، الاستاذ ايهاب لهيطه المشرف على المسابقات، وكل التحيه والتقدير للجنه المسابقات برئاسه الزميل العزيز الحاج عامر حسين. حقيقه عملوا جهد جبار جدا ان ينهوا هذا الدوري. كان كلام كتير جدا الدوري مش هيتم، لكن جهد كبير اتعمل لابد ان نقر به. ايضا كل الشكر للانديه لتعاونها لايقاف الدوري وانتهائه، وكل الشكر للدوله السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، وللوزير الناشط الكفء المهندس خالد عبد العزيز. حقيقه كل الناس اجتهدوا، وزاره الداخليه الكل اجتهد
نتفرج على دوري ونكمل دوري ونثبت للعالم كله ان مصر الامن والامان ومصر بخير ودوري مميز. وكل التهنئه لكل الشعب المصري ان شاء الله يوم الخميس القادم عيدنا الكبير، افتتاح قناه السويس الجديده، التحدي الكبير شريان الحياه، هديه مصر للعالم كلها نتمناها ان شاء الله. احتفاليه كبيره في كل انحاء مصر، ليس في الاسماعيليه في افتتاح قناه السويس ولكن في مصر كلها اللي هتحتضن بكل الحب كل زعماء العالم من كل القارات جايين مصر، مصر الامن والامان، مصر اللي حماها الله خير اجناد الارض. نحتفل بالتعمير، نحتفل بقناتنا الجميله ان شاء الله. فريقين بيستعدوا اعزائي مشاهدي نايل سبورت، تابعنا مع بعض النهارده استاد النيل بيحتفل معاكم احتفاليه كبيره وجهد جميل جدا. بنقدم كل الشكر للقائمين على استاد النيل، بنقدم كل الشكر لشركه الراعي برزنتيشن. الحقيقه النهارده مجموعه كبيره من الزملاء سواء المعدين سواء الفنيين سواء الطاقم الاخراج والاعداد، الكل النهارده حريص مع الاستوديو التحليلي زميل طارق تامر صقر والكابتن محمد صلاح والكابتن عبد الظاهر السقا والمنسق العام الاستاذ محمد عفيفي والاستاذ احمد الجبالي من البرزنتيشن. الكل حريص النهارده ان نحتفل بختام الدوري العام. بنقول مبروك لنادي الزمالك، بنقول حظ اسعد لباقي الانديه، نتمنى لهم كل التوفيق، لكن ما ننساش تاني وتالت نقول مبروك للكره المصريه حتى الان الخطوه الجميله المتقدمه بها. مبروك لكل الالعاب، مبروك لذوي الاحتياجات الخاصه في دوره الالعاب الاولمبيه ونتائجهم اللي عملوها، مبروك للسله البطوله العربيه، مبروك للطايره بطوله افريقيا، مبروك لسباح نادي الزمالك في الغطس التاهل للاولمبياد. مش عايز انسى حاجه، تاريخ كبير وانشطه كبيره النهارده مصر عملتها في الفتره اللي فاتت، ده عوده للرياضه المصريه وتقدمها. مبروك لمنتخبنا الاولمبي تاهله للتصفيات الاخيره بقياده الكابتن حسام البدري للتاهل للاولمبياد. مبروك لنادي الزمالك تصدره للكونفدراليه مجموعته ب9 نقاط، عنده مباراه مهمه مع ليوبارا الكونغولي ان شاء الله يوم الاحد القادم في الكونغو. مبروك للاهلي تصدره مجموعته 7 نقاط، نتمنى له التوفيق في لقاء النجم الساحلي في سوسه، مباراه هامه جدا لكن النادي الاهلي قادر ان شاء الله يستمر. هيعمل مباريات هايله في ال 12 13 مباراه الاخيره في الدوري، نتمنى له كل التوفيق. وفي بطوله الانديه الافريقيه ادي موجود في المقصوره النهارده كهربا احدث المنضمين لنادي الزمالك من انبي. ايضا كل التهنئه وكل التهنئه لرقم 44 نزل، ما شفناش مين اللي خرج لكن هنتابع مع بعض. مؤمن عاطف، هنشوف مؤمن عاطف رقم 44 نزل، هنشوف مؤمن نزل مكان مين وهنتابع مع بعض. تاني بقول نتمنى التوفيق لنادي سموحه وندخل لاجواء اللقاء. بدانا على يميننا نادي وادي دجله، على شمالنا نادي الزمالك، وادي واحده طوليه على طول بيطلع دويدار، تاني على طول اسلام جمال اللي والله اللي طلع توصل لمحمد تاحه يلعب. بعد هذا اللقاء هيتم مراسم تسليم الدرع العام لنادي الزمالك، موجود النهارده الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد، وادي دويدار هيسلم الدرع لنادي الزمالك. توصل الكره ناحيه اليمين صالح موسى، نادي وادي دجله عمل تغيير نزل مؤمن عاطف، هنشوف مؤمن عاطف نزل على حساب مين هنتابع مع بعض. واتلعبت ناحيه الشمال لاحمد سمير، احمد سمير يلعب لطارق حامد، طارق حامد لاحمد سمير، تطول وتطلع وتبقى رمي. ادي برضه مخرجنا بيدينا لقطات كده من المقصوره ومن نجوم نادي الزمالك الموجودين. بقول لحضراتكم اليوم هتدخل بقى صفقات وتخرج صفقات، وهنشوف ان شاء الله موسم جديد الموسم القادم. اعتقد الموسم القادم زي ما قال الزميل عامر حسين رئيس لجنه المسابقات يتمنى يبدا 15 سبتمبر، هنشوف ونتابع ان شاء الله. تاني الكوره ما ننساش ايضا ان هناك كاس مصر دور ال 16 ان شاء الله بكره في مباراه مهمه بتروجيت مع المقاصه في دور ال 16، وان شاء الله يوم 13 الاهلي والجونه، يوم 14 الزمالك وحرس الحدود، ثم يوم 16 دور الثمانيه، ويوم 12 ايضا في الاسماعيلي هيلعب مع سموحه في دور الثمانيه. يعني مباريات مستمره في كاس مصر. تاني كرة على طول ملعوبة ناحية اليمين لدودي جباس، استلام لدودي جباس، دودي يلعب على طول، ومحاولة محمد فاروق عايز يمشي ويعدي، أحمد سمير معاه، فاروق وأحمد سمير، أدي فاروق يلعب لمين؟ يلعب لورا، وتاني على طول محاولة وعايز يلعب لورا، تتلعب التاني لتامر محب وعايز هو اللي يلعب الكرة العرضية، لعب تامر العرضية وطالع أبو جبل بمنتهى الثقة وماسك
ركنيتين كانوا لنادي وادي دجله في الشوط الاول، وثلاث ركنيات لنادي الزمالك، وانذارين عبد الله سيسي من الزمالك واسلام طارق من نادي وادي دجله. تاني على طول بايده بيلعب لتاحه، هيثم محمد لتاحه، وتاحه بيلعب واحده طويله وعاليه. صالح على طول، صالح وفاروق، صالح وفاروق لسه، وبدا بدلاء الزمالك يسخنوا، هنشوف هيحصل ايه. وفاول على محمد فاروق، وادي المنظر المدرجات، واحمد دويدار على اللعبه. اول 3 دقايق دويدار يرجع لورا على طول، يلعب لاسلام جمال، لاحمد دويدار. النهارده قاعد بيريح، النهارده محمد كوفي بيريح، النهارده علي جبر بيريح، حازم امام. مجموعه كبيره، كان مطرود حازم عنده ايقاف ايضا موجود وكبير. النهارده ابراهيم صلاح، مجموعه كبيره من نادي الزمالك، ايمن، مجموعه كبيره من نادي الزمالك النهارده مريحين لمباراه ليوبا. فاول لصالح نادي الزمالك من مكان مميز، هل من هنا هتتشاط ولا تتلعب ازاي؟ بقول لحضراتكم الزمالك يسعى النهارده ل3 ارقام قياسيه، يضرب رقم 70 هدف الاهلي عنده 69 هدف، يحقق فوزه رقم 27 عنده 26 فوز، ويرتفع رصيده الى النقطه 89. هنشوف ونتابع، عنده 86 نقطه. فاول لنادي الزمالك على اللعبه موجود مصطفى فتحي، حتى الان الدوري العام 379 مباراه، والنهارده 380، 907 هدف. هل هنصل للهدف رقم 908 ولا ايه؟ مصطفى فتحي على اللعبه، هل دويدار ولو فتحي هيلعب ايه؟ فتحي سابوها، وادي على طول فوق وتطلع وتبقى ضربه مرمى. تصويبه توفيق تطلع تبقى ضربه مرمى. ادي المقصوره دايما، وادي على طول. مش منظر جميل جدا، ناس جايه كده لابسه تيشيرت نادي الزمالك، شكل جميل، منظر تاني. وحشتونا، اشتقنا لكم، اشتقنا للملاعب، حاجه كده في اليافطه في المدرجات. هيلعب هيثم، اشتقنا لليمين، للثانيه للاولى يمين، واتلعبت على طول توصل لباسم، على طول مقطوعه تاني باسم، على طول باسم مرسي، توصل على طول تاني ولمسه ايد، اتلعبت ناحيه اليمين لمؤمن عاطف، ادي على طول تامر محب، واتلعبت الكوره وعايز مرور من ناحيه اليمين. هتتلعب العرضيه ولا ايه؟ اتلعبت لليمين تاني لتامر، والعرضيه جامده اطول من اللازم، تطلع الناحيه الثانيه وتبقى رمي التماس لصالح نادي الزمالك. تماس، واول 5 دقائق اعزائي مشاهدينا السبورت في كل مكان من احداث الشوط الثاني، والتعادل السلبي ما زال يسيطر على اجواء اللقاء والاحتفاليه في ختام الدوري. صالح موسى على التماس، والحكم ابراهيم نور الدين بيدي اشاره لبدلاء الزمالك يسخنوا ورا الجول. على طول هيلعب تامر، هيلعب التماس صالح موسى، لاعب صالح طويله تاني، على طول بترجع دودي الجباس يلعبها ناحيه الشمال، ومحاولة للمرور وركنية، والركنية رقم 3 لصالح نادي، الركنية رقم 3 لصالح نادي وادي دجلة. هنشوف الركنية الثالثة لوادي دجلة، اتلعب أيمن عادل، لعب عالية وتاني على طول بالرأس، لسه الكرة سهلة، وأبو جبل على طول، وركنية رقم، الركنية الرقم الركنية الرابعة، هتتلعب الركنية الرابعة من ناحية الزمالك، بيحاول هتتلعب، هنشوف هتتلعب ازاي الركنية، واتلعبت على الايام القريب، ولسه الكرة خطر، وتاني عرضية وطويلة وعالية، يطلع دفاع الزمالك، ترجع تاني وصفارة وفي تسلل. الحقيقه يمكن ادي جنس اللطيف موجود النهارده في الملعب. يمكن الشيء الجميل النهارده ايضا ان امبارح طاقم حكام، بنهني وبنشكر حكامنا اللي ادوا الموسم بغض النظر عن ان كانت هناك اخطاء بسيطه غير مقصوده، لكن الحقيقه ظهر طاقم كبير، عدد كبير من حكامنا سواء الدوليين او غيرهم بمستوى جيد، بنقدم لهم كل الشكر. امبارح كان في تصفيات دوره الالعاب الاولمبيه في الكونغو، كان مباراه الكونغو ونيجيريا انتهت بالتعادل بدون اهداف، ادارها الطاقم المصري محمد معروف، ومعاه محمود ابو الرجال وسمير جمال سعد ومحمود البنا حكم رابع، وان شاء الله يرجعوا لنا النهارده بالسلامه. يعني ده شيء جميل جدا بنسعد بيه، نتمنى لكل حكامنا كل التوفيق. هجمه تاني النادي وادي دجله، دودي الجباس ويلعبها مقطوعه، مصطفى فتحي يلعب في نص الملعب، توفيق
على طول طارق حامد يلعبها على طول لسيسي، سيسي يلعب لمعروف يوسف، معروف يوسف يلعب واحده طوليه على طول بيرجع تامر محب، ترجع على طول ويلعبها محمد عبد العاطي تاني، وتاني الكوره على طول توصل رايحه جايه، الكوره رايحه جايه مع نادي وادي دجله، ملعوبه على طول وتاني بيطلع على طول اسلام جمال، اسلام ماشي يلعب لمعروف يوسف، معروف يلعبها ناحيه اليمين، تتلعب على طول توصل لمصطفى فتحي، عدى مصطفى فتحي، مصطفى فتحي يلعبها باص مش مظبوط، اتقطعت، باص برضو تانية مش مظبوطه، مقطوعه من رقم 36 اسلام طارق، تتقطع، تبدا تاني هجمه لاحمد سمير، عرضيه سهله في ايد هيثم محمد، هيثم محمد اتلعب، ادي على طول المخرج بيجيب لنا المقصوره، وتتلعب الكره طويله، تتقطع تاني توصل لتامر محب، تامر محب عايز يعدي، تامر باص في رايه وصفاره، رايه وصفاره، رايه من محمد محمود عباس وابراهيم نور الدين صفاره، وتسلل لصالح نادي الزمالك. اتلعبت لطارق حامد، طارق بيلم كورته يلعب على طول لدويدار، دويدار يغير لصالح موسى في اليمين، صالح موسى يلعب على طول مصطفى يلعب تاني، يلعب واحده طوليه تخبط في السيسي وترجع، تبدا مع نادي وادي دجله باصتين ثلاثه، تتلعب ناحيه ايمن عادل، وايمن عادل يلعب واحده طويله على طول، دويدار يرجع على طول طارق حامد، يا ولد يلعب طارق حامد عايز يلعب واحده طويله عند مصطفى فتحي، بيحاول فيها تطلع وتبقى رمي التماس، تاحها على طول يلعب لكريم مسعد، كريم مسعد يرجع ورا لاسلام طارق، اسلام طارق يلعب واحده طويله توصل ناحيه كريم مسعد، مسعد يلعب على طول الصفاره، والفاول على صالح موسى، الفاول على صالح موسى، ادي على طول الجماهير، وادي موجود كهربا، موجود عدد كبير النهارده من لعيبه نادي الزمالك، سواء المنضمين لنادي الزمالك او اللعيبه القدام، والفاول لصالح نادي وادي دجله. دخلنا على الدقيقه العاشره، نقترب من الدقيقه العاشره اعزائي مشاهدينا السبورت في كل مكان، والتعادل السلبي ما زال يسيطر على اجواء اللقاء. تاحه يلعب لاسلام طارق، تاني لتاحه، تاحه هيلعب لمين؟ لسه تاحه بيفكر، يلعب واحده طويله عند دودي الجباس، يلتمس يا دوبك توصل لاحمد سمير، احمد سمير يرجع لابو جبل، ما يقدرش يمسك، يلعب احمد لابو جبل واحده طويله عند سيسي مقطوعه، ترجع تاني لمعروف، معروف يوسف يلعبها لمصطفى فتحي حلوه لتوفيق ويكمل معاه وتطلع، وتبقى الركنيه رقم 4 لنادي الزمالك. التعادل في الركنيات 4-4، محدش احسن من حد. ركنيه رابعه لنادي الزمالك من ناحيه اليمين على اللعبه مصطفى فتحي، وادي الثنائيات باينه اهي في اللعبه، واتلعبت قصيره وترجع له تاني فتحي يلعب العرضيه، وتاني سيسي يا دوبك جنب القايم، عبد الله سيسي جنب القايم، قطع كويس قوي، اهي اللعبه، ادي اللعبه، ادي القطعه، لكن جنب القايم وفرصه تاني، ادي اللعبه تاني، كان معاه على طول التاحه تطلع وتبقى ضربه مرمى، وادي على طول، ادي هنا بقى كابتن عصمت قينون، وادي كابتن علي ابو جريشه، وادي كابتن خالد لطيف موجود، مهندس الاستاذ جمال علام، وكل المسؤولين موجودين في المقصوره، مهندس ماجد سامي، كل الموجودين، مستشار مرتضى منصور، وكل موجودين هنا في مجلس اداره الناديين. اتلعبت الكره رايحه جايه، معروف يلعب واحده توصل سهله لتاحه، لم كورته محمد تاحه ويلعب باص طولي، صالح موسى اقرب قاطع، طارق حامد استلام من طارق حامد يلعبها على طول لعبد الله سيسي، يلعب لمعروف عايز ياخد واحده مباشره فوق وتطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي وادي دجله. ضربه مرمى هتتلعب، لعبت على طول طويله وناحيه اليمين، مؤمن عاطف اللي نزل مكان محمد عبد العاطي يسقط ويلعب ورا، باصتين ثلاثه لنادي وادي دجله، لسه الشوط الثاني اهدى شويه. تاني على طول توصل لتامر محب، يلعب في نص الملعب لمحمود جوي، ومحاوله تاني الكره على طول دودي جباس عايز يخطف دودي، اتضغط عليه طارق حامد، على طول معروف يوسف مضغوط عليه، صفاره وفاول الاولانيه قبل الثانيه،
الاولانيه قبل الثانيه، محمود شوقي في الاولانيه الثانيه، لكن الاولانيه كان فيها ايمن عادل والصفاره بعيد. اتلعب الثاني لتامر محب ناحيه اليمين، تامر وباصتين ثلاثه، محاوله مؤمن عاطف يرجع لورا، وتاني عايزين يسقطوها، تاني على طول القلشه من دويدار توصل ناحيه مصطفى فتحي، مصطفى فتحي ماشي، مصطفى عايز ياخد مشواره ومهارته، وعلى طول كريم مسعد يطلع وادي فريرة على طول غير راضي، قايم يزعق، الراجل واخد كل الماتشات بجديه. شوفوا هنا ادي على طول باين على الوش، باين على الوش قرار. توصل الكره لدويدار، يلعب لطارق حامد، استلم طارق حامد، عايز يعمل ايه؟ رجع لدويدار، رجع تاني ورا خالص لابو جبل، استلم ابو جبل، عايز يلعب واحده طويله، لعب لدويدار، احمد دويدار، استلام لدويدار، دويدار عايز يلعب تاني لمين؟ لصالح موسى، صالح موسى يلعب الطوليه لسيسي، الضغط معاه تاحه، تطلع تبقى رمي التماس لصالح نادي الزمالك. ادي كابتن حماده صديق، كابتن حمودي لعب على طول، صالح موسى بيلعبها لطارق حامد، بيغير اللعب على طول، يلعب لاسلام جمال، اسلام جمال يلعب لاحمد سمير، استلام لاحمد سمير وماشي، احمد سمير وعايز يلعب العرضيه، وقف على كورته احمد سمير، احمد سمير كمل، احمد سمير لسه مضغوط عليه، يلعب واحده عرضيه تخبط وتطلع، وتبقى الركنيه رقم 5 لنادي الزمالك. 5 ركنيات لنادي الزمالك، 4 ركنيات لنادي دجله، انذارين عبد الله السيسي زمالك، اسلام طارق دجله. حتى الان مجمل احداث اللقاء ونحن نقترب من الدقيقه 14 من احداث الشوط الثاني. ختام مباريات اطول موسم كروي في مصر والعالم، واللي هينتهي اليوم 380 مباراه بالتمام والكمال. بقول لحضراتكم هفضل اقول تاني وتالت، كان الله في عون اتحاد الكره، كان الله في عون الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات ولجنه المسابقات، هم اسعد ناس النهارده انهم ينهوا الموسم بكل مشاكله. اعتقد صعب جدا يمر على الكره المصريه موسم بمثل هذا الموسم، لكن الحمد لله انتهى على خير. اكد تاني وتالت ورابع ان مصر بخير ومصر الامن والامان. تاني كره مع نادي مع فاروق ودجله، اداله تحت الفرصه، اتلعبت تطلع وتبقى رمي التماس. تماس للزمالك على اللعبه صالح موسى، لسه بدلاء الفرقتين بيسخنوا، كان نادي دجله عمل تغيير واحد، محمد عبد العاطي خرج نزل مؤمن عاطف، لسه نادي الزمالك ما عملش اي تغييرات. مصطفى فتحي ماشي، فتحي بيسقط واحده عند باسم اللي اختفى الشوط الثاني شويه، توصل الكوره عند اسلام طارق، اسلام طارق بيلم يلعب على طول في نص الملعب لمحمود شوقي، تطول تتلعب على طول طويله، توصل لاحمد سمير، يرجع على طول لمعروف، معروف يلم كورته يلعبها على طول لتوفيق، توفيق يطلع صالح موسى من اليمين، صالح موسى وعايز يلعب العرضيه، صالح موسى ماشي يلعبها تاني، مصطفى لصالح موسى ماشي، صالح تطول شويه تاني على طول الضغط وترجع لمصطفى فتحي، عايز يعدي راح تخبط فيه وتخبط في صالح اللي كان في موقف التسلل. تاني بقول بشكر الحقيقه حكامنا النهارده، الموسم انتهى على خير، اي نعم كان هناك اخطاء لكن في جهد، في حكام ظهرت بشكل جيد. لجنه الحكام كابتن عصام عبد الفتاح عملوا جهد كبير جدا، الحقيقه طلعوا لنا حكام كتير جدا سواء الدوليين او المؤهلين والدوليين، عملوا مباريات جميله جدا، يعني ما نقدرش نقول من الدوليين ابراهيم نور الدين، محمود، مجموعه كبيره جدا، وايضا من غير الدوليين يمكن امين عمر وغيرهم كلهم عملوا ماتشات جيده. والحقيقه طبعا النجم حكمنا اللي يشرفنا دايما جهاد جريشه هي في كل المجالات. نتمنى عموما لكل كابتن سمير عثمان، كابتن محمود عاشور، يعني كم كبير جدا الحقيقه ظهر في حكامنا سواء الدوليين او غيرهم، نسعد لما بنشوفهم. النهارده زي ما قلت لحضراتكم لما كان في طاقم مصري بيدير في مباراه في الكونغو نيجيريا، محمد معروف وجميل وزملائه الكرام الرباعي اللي كان موجود في هذا اللقاء، الحقيقه الواحد بيبقى سعيد ان هو بيشوف وبيتابع وبيسمع اخبارهم بشكل جيد جدا. بنتمنى لهم كل التوفيق. زي ما قلت لحضراتكم كانوا بيديروا مباراه في الدوره في تصفيات الاولمبياد محمد معروف، وكان بيعاونوا محمود ابو الرجال وسمير جمال سعد ومحمود البنا. تاني كره طويله باصه والثانيه توصل ناحيه مصطفى، بيطلع كورته تطول وادى صفاره والفاول لصالح نادي الزمالك. دخلنا على انتهينا من الربع ساعه الاولى من الشوط الثاني اعزائي مشاهدينا السبورت، وادي حماده الصدي بيفكر، وهنبدا الشوط الثاني
او الربع ساعه الثاني من الشوط الثاني. انا اتمنى كده يزداد مستوى الاداء ويرتفع ونشوف اهداف عشان نستمتع اكتر واكتر. عموما طارق حامد يلعب واحده طوليه عند مصطفى فتحي، يا دوبك يلمس عبد الله السيسي بعديه توصل ناحيه تامر محب. الشوط الثاني اقل كتير بس بوكس، يعني كنا نتمنى، لكن هو لعيب موهوب ولعيب هداف ولعيب نافس بشرف. لكن بنبارك حتى الان لحسام باولو متصدر هداف الدوري 20 هدف، اللي انتقل هو احمد تمساح من نادي الداخليه الى نادي سموحه. وادي عمر جابر، ادي عمر جابر والله زمان يا عمر من اللعيبه المميزه خلقا واداء الحقيقه. واتلعبت الكره لدودي جباس، دودي يلعب على طول لباصه والثانيه وتصويبه بعيد وضربه مرمى، ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. وهنشوف على طول بيشاور ايمن عادل، وادي في تغيير، يعني نادي الزمالك هيعمل تغيير. هنشوف واضح ان في مجموعه من الشباب هتنزل، في تغييرين هيتموا في وقت واحد. هيحاول هنا بقى مستر فيريرا يجرب كل لعيبته من على قيمته للموسم الجديد، وفي نفس الوقت يريح لعيبته لانه عنده مباراه ليوبار في الكونغو، عنده بعدها مباراه ايضا مع الصفاقيسي، ويختتم مباراته مع اورلاندو الجنوب افريقيا. دي مجموعه نادي الزمالك. تاني واحده باسم عايز يعدي يلعبها على طول، تاحه قاطع مبدا السلامه توصل لصالح، صالح موسى. احمد سمير فتح له، وقف على كورته تاني، صالح وقف على كورته مره والتانيه وبيطلع الكوره بره، لان في ايه، هل باص مش مظبوط ولا ايه؟ هنشوف التغيير. وادي على طول مصطفى فتحي وفي رماس غلط وبقى تماس لنادي الزمالك. التغيير الاول هنشوف نادي الزمالك، ادي على طول ادي بدلاء نادي الزمالك. هنشوف التغيير هيتم ايه. كل ادي ايمن وادي حازم، كل وادي احمد عيد وادي عمر جابر. طبعا هم كلهم بره قايمه نادي الزمالك النهارده قايمه ال 18، لكن هم موجودين مع الفرقه عشان التتويج بعد هذا اللقاء واستلام درع الدوري العام. اسلام جمال عبد اللي معروف لاحمد سمير، احمد سمير وعايز يلعب العرضيه، مستنيها باسم، مستنيها سيسي يلعبها لباسم، لكن على طول يطلع الدفاع. تاني معروف، تاني معروف يشوط ترجع له، لكن يطلع على طول تامر محب، تتقطع، تبدا هجمه فاروق لدودي، دودي يلعب على طول واحده والثانيه، باص مش مظبوط، تعدي وتوصل سهله لحارس المرمى. واقع دودي جباس، نتمنى السلامه ليه، هيطلع على طول دار الكوره لانه يطمنوا على دودي جباس. والزمالك اعزائي مشاهدينا السبورت هيجري اول تغييراته في الشوط الثاني. هنشوف التغيير الاول لنادي الزمالك، داخلين على تلت ساعة وتغييرين لنادي الزمالك. ادي البدلاء، طبعا مش بدلاء النهارده، هم بيتفرجوا على المباراة. ايمن محب، وهنشوف هيخرج رقم 24 وهينزل 34 محمود خليفة، وهينزل وهيخرج صالح محمود خليفة من الناشئين. وادي زمايلنا 34 هينزل مكان صالح، يبقى اول التغييرات. صالح موسى خارج، محمود خليفة نازل. هل هيكون صالح هو اخر لمباراه ليه النهارده مع نادي الزمالك وهينتقل لمكان اخر؟ هنشوف. ايضا في تغيير تاني لنادي الزمالك، هنشوف رقم 26 محمد عبد المجيد هيكون على حساب سيسي. يعني واضح جدا ان المباراه دي هي مباراه تكريم للاثنين. محمد عبد المجيد هينزل رقم 26 وهيخرج سيسي. الجمهور بيحييه بشكل محترم جدا، الاعضاء اللي موجودين بيحيوا سيسي بشكل محترم، بيحيوا صالح موسى. هل هيكونوا الاثنين دي مباراه الختام ليهم؟ نتمنى كده نشوف ونتابع، لكن بشكل محترم جدا الجماهير بتحييهم بشكل محترم جدا، بشكل محترم بيحيوه. نتابع مع بعض اعزائي مشاهدينا السبورت احداث اللقاء. وحتى الان دخلنا على الدقيقه 21، نقترب من منتصف الشوط الثاني، لكن بعد هذا اللقاء بفكركم تاني هيكون في مراسم تسليم الدرع. هنعود الى الاستوديو التحليلي معانا مع استاد النيل والزميل العزيز كابتن تامر صار، وضيوف الكرام كابتن محمد صلاح والكابتن عبد الظاهر السقا، وهيتابعوا معانا هم المراسم، وهنتابع ونستمع لتحليلاتهم في يوم ختام الدوري، عرس الدوري العام النهارده ان شاء الله. تاني كرة على طول، باصين ثلاثة، وناحية اليمين محاولة لنادي وادي دجلة، محاولة لنادي وادي دجلة تتلعب النهارده
معانا كم كبير جدا الحقيقه من كل الزملاء اللي بيتابعوا معانا اللقاء وبيتابعوا معانا الاستوديو التحليلي وبيتابعوا معانا اولا باول كل الاخبار وكل المتابعات. بقول لحضراتكم النهارده موسم الختام للدوري العام وكل الاخبار. زملاء ايمن البدري، زميل اسماعيل امام، زميل نصف العام محمد عفيفي، استاذ احمد جبالي من البرزنتيشن، وكل زملاء المعدين الموجودين والمخرجين في يوم استوديو النيل دايما بيتابع. ادي على طول التعليمات والتوجيهات في التغييرين اللي تموا، الناشئين اللي نزلوا محمد عبد المجيد ومحمود خليفه متابعات ليهم. وادي على طول هنشوف ادي محمود خليفه لما نزل، وادي تشوفوا هنا التعليمات بياخدوها تابعوها. الراجل كاتب له حاجه بيقولها له في ورقه. ايه منظر جميل ولقطه حلوه. ادي على طول مهاجمه، وادي فاروق والفاول لصالح محمد، فاول لصالح نادي وادي دجله. بقول لحضراتكم كل دقيقه بتعدي بتنهي الموسم. وادي حماده صدقي هادي خد المركز الخامس هذا الموسم. محمد فاروق تتلعب توصل لمحمد تاحه، لكن بنقول نادي دجله الحقيقه فرقه مميزه جدا وبتسير بخطوات ثابته. نتمنى لهم كل التوفيق. بنبارك لمصر المقاصه وصوله للمركز الرابع وعمل انجاز جيد بقياده كابتن ايهاب جلال من المدربين الواعدين. دودي جباس استلام، دودي عايز يعدي ويخش لجوه، يلعب العرضيه يطلع على طول الدفاع دوي دار، ايضا فيها صفاره وفوق. ايضا بنهني نادي انبي بالمركز الثالث واشتراكه في الكونفدراليه الافريقيه العام القادم. الحقيقه عمل جهد كبير كابتن طارق العشي اولا، ثم كابتن حسين امين، كابتن خالد متولي، كابتن طارق عبد الله، عملوا مشوار جيد جدا مع الفرقه وكل زمايلهم. الحقيقه من الانديه الثابته قدم له كل الشكر. مجلس ادارته برئاسه الاستاذ ماجد نجاتي اللي انا اتمنى المجلس الجديد كل التوفيق وكل النجاح. الحقيقه بيسيروا بمنظومه جيده جدا، عشان كده نتائجهم ثابته وهو بتسير بشكل جيد. محمد فاروق يرجع لهيثم يطلع على طول مبدا السلامه، تبقى رمي التماس. وادي على طول سيسي، وادي صالح، وادي كل بدلاء نادي الزمالك، وادي حتى اللعيبه اللي مش مشتركه. وتلعب الكوره التماس توصل تاني من محمود تتلعب لاحمد توفيق. احمد توفيق يلعب لطارق حامد، سمير فتح له في الشمال وقف تاني على كورته وعدى طارق حامد يلعب على طول لاسلام جمال، واسلام جمال يلعب تاني. وادي في تغيير ثالث، خالد قمر بيستعد تاني وصفاره وفوق، صفاره وفوق. وادي احمد علي ايضا بيستعد، هل واحد فيهم هينزل ولا ايه؟ وادي انذار ثالث، ادي انذار ثالث على طول. اللاعب اي اللي لسه نازل خد الانذار رقم 44 مؤمن عاطف. مؤمن عاطف بياخد انذار، مؤمن عاطف انذار، يبقى الانذار رقم 3 في اللقاء. هل هيجرب احمد علي؟ هل هيجرب خالد قمر التغيير الثالث ولا ايه؟ وادي على طول دخلنا على 25 دقيقة وبدأنا الدقيقة 26. أعزائي مشاهدينا السبورت في كل مكان، ما زال التعادل السلبي بدون أهداف. تاحة بيطلع، معروف بيحاول ياخد فاول، معروف والفاول على طول. هل هيغير واحد ثالث؟ إيه اللي هيحصل؟ هنشوف ونتابع مع بعض. النهارده زي ما قلت لحضراتكم بدلاء الزمالك أحمد الشناوي، حماده طلبة، يوسف أوباما، أحمد علي، خالد قمر، واثنين نزلوا محمود خليفة ومحمد عبد المجيد. تاحة بيلعب، محمد عبد الفتاح تاحة، توصل الكرة على طول لفاروق، محمد فاروق تخبط ترجع تاني في نص الملعب، توصل ناحية كريم مسعد يلعب على طول لأيمن عادل، وأيمن عادل دخل في الزحمة على طول مقطوعة، توصل من طارق حامد تتلعب على طول لمعروف، معروف يلعب باص طولي على طول، محاولة تاني ومحاولة للمرور، محمد بيحاول تتقطع، توصل الكرة تاني لصالح ويلعب واحده فوق، عايز يلعبها فوق الجول. هيثم ماسك، عايز صالح موسى يحطها، هيثم ماسك. وادي كل اللي موجودين، وادي عمرو موجود، عمرو زكي بقول لحضراتكم. وادي تغيير تاني بيستعد لنادي دجله، هنشوف تغيير تاني لنادي دجله مين اللي هينزل. في تغيير تاني لنادي دجله، وادي على طول فاول لنادي الزمالك، فاول وفي دفعه. وادي فريرة بيتكلم لعيب. وادي التغيير على طول، هينزل رقم 20 وهيطلع رقم 35، هيخرج رقم 35 محمود شوقي، وهينزل اللاعب رقم 20 احمد عبد الرؤوف. احمد عبد الرؤوف احد نجوم
نادي الزمالك قبل كده، كان في نادي المقاصة وبينتقل إلى نادي وادي دجلة. اتلعبت باصتين 3 توصل على طول لكريم مسعد، كريم لدودي الجباس، ودودي الجباس يلعبها تخبط وتتقطع، تبدا هجمه نادي الزمالك وعلى طول ملعوبه لمصطفى. مصطفى وفرصه ضايعه. حلوه الباص وفرصه على طول وتطلع وتبقى رمي تماس لصالح نادي الزمالك، وهجمه زملكاويه كده. مصطفى فتحي عملها بشكل جميل جدا، ودي على طول التحرك والتاني بتاعها بيطلع في توقيت سليم. هيلعب رميه التماس على طول، هتتلعب من محمود خليفه اللي كان مكمل في اللعبه اللي فاتت، اتقطعت، تتلعب طويله توصل لدودي جباس يلعبها لمحمد، وعلى طول محمد فاروق وبياخد فاول في اللعبه اللي فاتت. خد فاول محمد فاروق في اللعبه اللي فاتت، على طول الحكم بيقول له احمد دودار بلاش كلام. وادي على طول ابراهيم نور الدين كده في اعتراض، بيقول له مش محتاجه محمد صدقي، وعلى طول حكم اللقاء هيدي الفاول، على طول بيقول له اقعد مش مستاهله. وادي اسماعيل يوسف الحقيقه الراجل ده بيشتغل شغل جميل جدا. وادي حماده صدقي اللقطه اللي فاتت مش مستاهله، رايح له ابراهيم نور الدين، حماده صدقي مع ابراهيم نور الدين، ابراهيم نور الدين بيقول له اقعد وبيناديه عشان يتكلم معاه، بيقول له مش مستاهله. وادي على طول احمد عبد الرؤوف ورايح له يكلم الجهاز، كابتن فكري صالح، كابتن حمودي، كابتن حماده صدقي مع كابتن ابراهيم نور الدين. وادي احمد عبد الرؤوف، وادي على طول بيقول له الثانيه هيبقى في بره، احنا النهارده مهرجان. ادي على طول مش مستاهله. وادي ابتسامه كابتن حماده صدقي، هي من المدربين الخلوقين جدا. وعلى طول بنستعود للمباراه والاحتفاليه، نتمنى ننهي على خير ان شاء الله. بقول لحضراتكم فرصه، وادي اللعبه كان بيدار فيها اندفاع شويه عشان كده كان بيطالب. وادي سمير عدلي بيقول له يلا. وادي ابراهيم نور الدين عايز يخلص عنده خبرته. نستأنف اللقاء. داحه يلعب واحده طويله وعاليه، على طول تعدي توصل تامر، واحده طايره مباشره فوق، ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. فريرة قاعد لكن مش مبسوطه. محمد ابو جبل على اللعبه، مش شفناش ابتسامته غير في كورتين 3 او تسقيفته ابو جبل. لكن النهارده انا اعتقد ان الزمالك استفاد كتير. يمكن يشاركني الاستوديو التحليلي لما ننقل له كابتن العزيز تامر صار والضيوف الكرام كابتن محمد صلاح وكابتن عبد الظاهر السقا. وادي لعبه خطر، اكيد استفاد كتير جدا النهارده. جرب، يمكن النهارده خد حكم نهائي على اكتر من لاعب. ادي مهاب سعيد على الورقه الثالثه هتستعد في النزول لنادي وادي دجله. مهاب، وفي لاعب واقع نتمنى السلامه لكل اللاعبين. ادي اللعبه الثاني، ادي على طول مش مقصوده مع باسم رقم 36 اسلام طارق. ادي اللعبه مع اسلام طارق، نتمنى له السلامه. مهاب سعيد ثالث تغييرات نادي وادي دجله. وادي الزملاء المصورين موجودين على ورا المرمى لقاء اللقطات التذكاريه، ومهاب سعيد بيستعد للنزول. ونص ساعه اعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان بالتمام والكمال من احداث الشوط الثاني، وهندخل على الربع ساعه الاخير من اللقاء. وادي الحكم الرابع ممدوح صلاح هيستعد لاجراء التغيير الثالث. نادي الزمالك عمل تغييرين ونادي وادي دجله تغييرين، وهندخل على التغيير الثالث في اللقاء. ثالث تغييرات اللقاء هنشوف مين اللي هينزل. ثالث تغييرات اللقاء، وادي مستشار مرتضى منصور موجود يتكلم ويتابع، واستاذ جمال علام موجود، وكل المقصوره اللي هو علاء مالك مدير عام النادي. وادي لعيبه نادي الزمالك، وهيخرج دودي الجباس وهينزل مهاب سعيد. دودي الجباس ثالث تغييرات نادي وادي دجله، وهينزل مكانه مهاب سعيد رقم 25. يبقى كده التغيير الثالث لدجله. كده دجله عمل تغييراته الثلاثه، فاضل 14 دقيقه، والزمالك ما زال ليه تغيير ولسه بدلاءه بيسخنوا. ما ناداش حد فرير لسه هيجرب النهارده. جرب مجموعه كبيره، جرب صالح موسى، اسلام جمال، جرب طارق حامد، جرب محمد عبد المجيد، جرب سيسي، جرب محمود خليفه. يعني كم كبير جدا، سواء اللي هيقيد للموسم الجديد او من
سيعار او من سيتم تقديم له الشكر للانتقال لنادي اخر. يعني كل الامور بتبقى واضحه ليه مع بدايه موسم جديد وعلشان القائمه الافريقيه واستعداداته ان شاء الله. تاني مهاب يلعب مهاب سعيد، واحده طويله على طول احمد سمير بيطلع، تطلع الكوره وتبقى رمي التماس لصالح نادي دجله. تماس لدجله هيلعبها تامر محب، وادي دودي جباس خرج وهيتلعب التماس. تامر محب على اللعبه، لعب وخد رجع لورا. احمد عبد الرؤوف يلم كورته احمد ويقف على كورته مرتين ثلاثه، احد نجوم نادي الزمالك قبل كده، ثم انتقل الى المقصه ثم انتقل الى دجله. ودي واحده على طول ملعوبه من ناحيه اليمين وتاني محاوله وتتلعب عرضيه، يطلع على طول مبدا السلامه اسلام وتطلع وتبقى رمي التماس لصالح نادي دجله. اتلعب التاني باصتين برضو تاني، هتتلعب لمين؟ لسه الكوره مع مهاب يلعبها على طول ناحيه اليمين وتاني العرضيه وتاني يطلع على طول برضو نفس الوضع اسلام جمال. كابتن حماده زوم عليه على طول. تماس وادي البدلاء نادي الزمالك كله قاعد كله بيتفرج، سواء اللي شاركوا او اللي ما شاركوش كل. وادي فيريرا تاني بيبص ويتابع لاعيبته، وادي واحده عرضيه ويطلع على طول الدفاع وتتلعب على طول بصه وتاني بصه والتانيه ملعوبه طويله توصل تاني وتتلعب وتاني على طول الكوره محمد تاني محاوله وتاني لعبه تتلعب ناحيه اليمين باصتين ثلاثه ومقطوعه وتبقى في ايه مدي تسلل لصالح نادي الزمالك. وادي اللعبه فعلا فيها تسلل ومساعد رقم 1 خالد حمزه مدي القرار. بدا يهبط الاداء، فرقتين راضيين بالتعادل وهيلعب. وادي على طول دي علي جبر، حتى الراجل كده بيتاول علي جبر. وادي على طول اللعيبه والكل هنا بيستعد في المقصوره لمراسم تسليم الدرع، واتلعبت الكره طويله ناحيه اليمين محاوله يقطع على طول معروف يلعب لاحمد سمير، احمد سمير يرجع باصتين ثلاثه توصل الكره وتطلع وتبقى رميه تماس لصالح نادي دجله. اتلعبت ناحيه اليمين تاني باصتين ثلاثه، لكن والله النهارده فيريرا كان حريص النهارده يجرب مجموعه، بالذات الناشئين محمد خليفه او محمد عبد المجيد. اتلعبت الكوره على طول توصل ناحيه الشمال لكريم مسعد لم كورته كريم يلعب على طول لورا وتاني الكوره على طول تتقطع تبقى رمي التماس لصالح نادي وادي دجله. تماس كريم مسعد يلعب لمهاب سعيد، مهاب يلعب في نص الملعب لعبد الرؤوف يرجع ورا لتاحه يغير اللعب يلعبها على طول ناحيه اليمين معديه معروف عايز يلحقها ياخد رينها رمي التماس. ادي كابتن حماده صدقي برضه بيفكر قيمته للموسم الجديد. تتلعب احمد سمير اللي على طول باصتين ثلاثه تتلعب ورا على طول 3-4 باصات توصل لديويدار احمد ديويدار ماشي. ودخلنا على الدقيقه 35 بدانا الدقيقه 36 اعزائي مشاهدينا اهلي سبورت في كل مكان. ما زال التعادل السلبي بدون اهداف، الزمالك ودجله اللقاء رقم 380 ختام الدوري العام هذا الموسم. التغيير الثالث نادي الزمالك بيستعد لاجراءه، ثالث تغييرات اللقاء هيستعد وابراهيم نور الدين مدي ايه؟ هل مدي فاول ولا مدي ايه؟ وثالث تغييرات اللقاء هيستعد كان فاول على باسم مرسي. ثالث تغييرات اللقاء نادي الزمالك هيعمل تغييره الثالث. نادي وادي دجله عمل تغييراته الثلاثه، خرج محمد عبد العاطي ونزل مؤمن عاطف، خرج محمود شوقي ادي اللعبه تاني وخرج محمود شوقي ونزل احمد عبد الرؤوف، وكان خرج دودي الجباس ونزل مهاب سعيد. نادي الزمالك خرج صالح موسى نزل محمد خليفه، خرج سيسي نزل باسم مرسي. وهنشوف تغييرات التغيير الثالث نادي الزمالك اتلعبت على طول تاني ناحيه اليمين وتطلع الكوره وتبقى رمي التماس وما اتلعب لسه الحكم بيدي التغيير الثالث. هينزل احمد علي وهيخرج مصطفى فتحي هيخرج. ثالث تغييرات اللقاء خارج مصطفى فتحي نازل احمد علي رقم 23
على طول مصطفى فتحي بيحييه جمهور، هي عامل موسم على اعلى مستوى هذا الموسم. مصطفى فتحي احمد علي اول لعبه ايه، استلم احمد علي وشايط، وهيثم محمد ماسك على طول. هيثم يلعب بايده، تامر محب يلعب ناحيه اليمين تاني على طول، محاوله وهجمه، مؤمن يلعبها على طول وتعدي محمد فاروق، ما يلحقش تطلع وتبقى رميه. تواصل معاكم اعزائي مشاهدي نايل السبورت في قناه النيل للرياضه نايل سبورت وكل الاحداث الرياضيه. النهارده عندنا هذا اللقاء، بكره ان شاء الله عندنا لقاء بتروجيت في دور الثمانيه لكاس مصر مع مصر المقاصه، ثم يوم 12 لقاء الاسماعيلي مع سموحه ايضا في دور الثمانيه، يوم 13 الاهلي مع دجله مع الجونه في دور ال16، يوم 14 الزمالك مع حرس الحدود في دور ال16، يوم 16 الفائز من الاهلي والجونه مع نادي الشرطه في دور الثمانيه، يوم 17 ان شاء الله الفائز من الزمالك وحرس الحدود مع نادي الاتحاد، وادي تاني هجمه على طول برضه في دور الثمانيه، ثم 26 و27 اغسطس الدور قبل النهائي، ثم نهائي الكاس حتى الان 19 سبتمبر، وهنشوف هل في تعديل ولا ايه. اتمنى كل التوفيق للكره المصريه، معكم دايما كل الاحداث الرياضيه والكرويه على نايل سبورت. تاني هجمه لنادي الزمالك والمباراه تسير نحو التعادل، الفرقتين راضيين، الفرقتين بيهدوا اللعب، داخلين في اخر تقريبا 7-8 دقائق، دقيقه 83 من احداث اللقاء، وتبقى 7 دقائق على نهايه الوقت الاصلي. وطارق حامد يلعب على طول، باصين لطارق تاني بيرجع ورا لصالح موسى، عايز يلعب لصالح اسلام جمال يلعب واحده طويله توصل تاني لهيثم محمد. ادي العنصر النسائي، عضوات نادي الزمالك موجودين ومحبات كرة القدم في نادي الزمالك موجودين النهارده في المقصورة بشكل جميل جدا. تتلعب الكرة لكريم مسعد، ماشي كريم يلعبها على طول لمهاب، تخبط فيه لسه الكرة مع مهاب، تطلع وصفارة وادي لقطات بقى المخرجنا بيتجول ما بين الملاعب. زي ما بقول حتى الآن الدوري المصري في أرقام، بدأ في يوم تاني بكرر 15 سبتمبر 2014 بينتهي 3 أغسطس 2015، 324 يوم، أطول دوري. الدوري العراقي كان قبل كده في عام 13 قعد 321 يوم، الدوري المصري زاد 3 أيام، حتى الآن 907 هدف في 380 مباراة. ودي الكرة العرضية وفي تسلل. أنا قلت الراجل الإسلام بيلعب إيه، لكن ادي أهو مصطفى فتحي وحوار مع زمايله. هداف الدوري حسام باولو 20 هدف، لاعب الداخلية المنتقل إلى نادي سموحة. باسم مرسي 18 هدف، والزمالك حتى الآن 26 فوز، سجل 69 هدف، والرقم القياسي حتى الآن للنادي الأهلي 70 هدف. المباراة تقترب من النهاية والدقائق الخمس الأخير أعزائي مشاهدي نايل سبورت. وتاني كرة على طول، محاولة وتوصل في نص الملعب مع أيمن عادل، يرجع لورا تاني وصفارة وفاول في زقة وصفارة والفاول لصالح نادي وادي دجلة. ادي على طول أحمد عبد الرؤوف مضغوط عليه على طول، والفاول لصالح نادي وادي دجلة، فاول على طول من طارق حامد، والقرار لإبراهيم نور الدين. كل الملعب بيستعد لمراسم التتويج، وهيلعب تاحة اللعبة 5 دقائق الأخيرة من الوقت الأصلي. ما أعتقدش حكم اللقاء إبراهيم نور الدين هيدي أكتر من دقيقتين. وتوصل الكرة لأبو جبل، وأبو جبل يلعب على طول لوادي مستشار مرتضى بيتكلم عشان المراسم. وتاني الكرة على طول تتلعب، توصل لإسلام، يلعبها على تاني، توصل لدويدار، احمد دويدار، ماشي دويدار هيلعب لمين؟ لعب الباص الطولي، وتاني على طول التغطيه ومحاوله على طول، ومحاوله واستلام يلعبها حلوه، باص حلوه توصل الناحيه الثانيه، يلا مش ممكن فرصه ما تضيعش النادي الزمالك. يا باسم يا مرسي بيقول لهم يا جماعه اتعملت حلوه وفرصه ضايعه. محمد خليفه عملها
ووصلت على طول الناحيه الثانيه، اتزحلقت، اتلعبت عرضيه، باسم طالع اعلى، ادي على طول طارق حامد لعبها، لكن الراجل احمد علي اتزحلق ورجع تاني لعبها، وباسم معديه من فوق راسه. اتلعبت طويله وعاليه، لسه الكوره على طول تاني صالح لباسم، ودي فيريرا، واتلعبت على طول ناحيه اليمين تاني على طول، وحاول المرور، لسه الكوره خطر، واتلعبت، لسه الكوره خطر، توصل ناحيه اليمين، بيحاول محمد فاروق استلام، ترجع لورا، ملعوبه تاني، باصتين ثلاثه تتلعب، لكن تتقطع، توصل لاحمد سمير يلعب في نص الملعب لطارق حامد، وطارق حامد يطلع في اليمين على طول لدويدار، ماشي 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 ماشي، يلعبها على طول ناحيه اليمين، ما تطول من اللازم. محمد خليفه بيحاول فيها محمد عبد المجيد، لكن تطلع وتبقى ضربه. محمد عبد المجيد حاول فيها، تطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي وادي دجله. 87 دقيقة 42، نقترب من الدقيقة 43 ونقترب تنتهي، ونقترب من آخر دقيقتين في الوقت الأصلي، وحكم اللقاء إبراهيم نور الدين لسه هنشوف هيدينا وقت ضايع قد إيه، واتلعبت الكرة تطلع، تبقى رمية تماس نادي الزمالك، ونقترب من الثواني أو الدقائق الأخيرة في عمر مسابقة الدوري العام. اللقاء 380 يقترب من النهاية، والموسم الكروي 14-15 يقترب من النهاية بعد 324 يوم، والدوري الى نادي الزمالك بنقول له الف مبروك. النادي الاهلي في المركز الثاني بنقول له حظ اسعد، نادي انبي في المركز الثالث، وكل الامنيات نسعد معا اعزائي مشاهدي نادي سبورت بدوري مصري قوي كما هي العاده. تاني كرة وهجمه للزمالك، وتاني كرة بتقف تحت رجل احمد علي، وتاني بيلم كورته باسم مرسي، باسم يلعب واحده جوه ال 18، وتاني كرة طويله معديه تطلع مهاب سعيد، تبقى رمي التماس لصالح نادي الزمالك. تماس لنادي الزمالك، كل الملعب بدأ يسقف ويحيي ويستعد. تاني كورة تاني بتتلعب، توصل على طول ناحية الشمال، تتقطع، ملعوبة على طول، واحدة والتانية، يوصل صفارة إبراهيم نور الدين ويدي فيريرا الصرامة على طول. وادي اللعبة مع محمد فاروق في ضغط وقوة في اللعبة من محمد خليفة، ومدي القرار والفاول لنادي وادي دجلة. اتلعبت على طول الكورة، توصل لمهاب سعيد بيلم كورته، مهاب عايز يعمل هات وخد، مهاب سعيد، لكن على طول مقطوعه من محمد خليفه وملعوبه له تاني. خليفه ماشي، محمد خليفه بيلم كورته، خليفه يلعبها لمعروف يوسف، ومعروف عايز يلعب الباص الطولي، لعب وتاني محاوله للمرور، الضغط تاني، توصل لمعروف. 4 دقايق وقت بدل ضايع، ده حكم اللقاء يشير بيهم حكم اللقاء ممدوح صلاح، حكم الرابع. تتقطع الكوره 4 دقايق بالتمام والكمال، كتير في المهرجان يعني. خلاص الثواني الاخيره اعزائي مشاهدينا السبورت من احداث اللقاء، الثواني الاخيره، الوقت الرسمي بينتهي في هذه اللحظه. اعزائي مشاهدينا السبورت، ينتهي الوقت الرسمي للدوري المصري، 380 مباراه، ينتهي الوقت الرسمي، ودخلنا في الوقت الضايع، 4 دقائق تفصلنا عن نهايه اللقاء. ادي الفرحه، ادي السعاده، ادي محب الزمالك، وادي اللعبه، وتطلع الكوره وتبقى ايه؟ تبقى ضربه مرمى على اللعبه. هيثم، وادي احمد توفيق كابتن نادي الزمالك يحمل الشاره، وضربه مرمى لصالح نادي وادي دجله. هيثم محمد، وادي كل المتواجدين في الملعب، وادي هيثم يلعب واحده طويله وعاليه على طول بتتلعب، توصل ناحيه الشمال ل مهاب سعيد، بيحاول يعدي مهاب، لسه مهاب سعيد يلعبها بالكعب لورا لاحمد عبد الرؤوف، وعبد الرؤوف يلعب واحده عرضيه معديه الناحيه الثانيه، تطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. الكل ينتظر ويترقب مراسم من تسليم درع الدوري العام لنادي الزمالك، بطل هذا الموسم مرة 12 في مشواره. ناله كل التوفيق وبنهنيه، نتمنى لكل الفرق المصريه التوفيق، بنبارك لكل فرق الدوري انتهاء الموسم على خير، بنبارك لاتحاد الكوره، للحكام، للجنه المسابقات برئاسه الحاج عامر حسين، الكل بذل اقصى الجهد وانتهى الموسم على خير. نتمنى كل التوفيق لانديه الكره المصريه. نادي الزمالك مشواره ان شاء الله يوم لوبارد يوم الاحد القادم، النادي الاهلي لقائه مع النجم الساحلي ان شاء الله
يوم السبت القادم نادي سموحه لقاءه مع مازيمبي في بطوله انديه الابطال ان شاء الله السبت القادم. ايضا كل التوفيق منتخبنا الاولمبي في تصفيات الاولمبياد ونبارك له على مباراه اوغندا، وكل التوفيق لمنتخبنا الاول ان شاء الله ويصل لنهائيات كاس العالم ان شاء الله. تاني كرة الطولية وتاني المحاولات لمدار مقطوعة، توصل الكرة مع نادي وادي دجلة، توصل لأحمد عبد الرؤوف يلعبها لمهاب سعيد. مهاب سعيد الثواني الأخيرة أعزائي مشاهدي نايل سبورت من عمر الدوري العام، لكن بينتهي الدوري العام وتستمر مباريات كرة القدم عبر شبكاتكم المفضلة وشاشاتكم المفضلة نايل سبورت وكأس مصر. وبكرة إن شاء الله مباراة في دور الثمانية إن شاء الله بتروجيت والمقصة، وتتواصل اللقاءات. يوم 12 تاني بفكركم الإسماعيلي وسموحة دور الثمانية كأس مصر، يوم 13 الأهلي والجونة دور ال 16، يوم 14 الزمالك وحرس الحدود دور ال 16، ثم دور 16 ينتهي ودور الثمانية يبدأ المباراتين الفاضلين. يوم 16 الأهلي الفائز الأهلي والجونة تصويبه كده وفي فاول، الفائز من الاهلي والجونه مع الشرطه. ويوم 17 الفائز من الزمالك وحرس الحدود مع الاتحاد السكندري. ثم 26 و27 اغسطس دور قبل النهائي، ثم يتواصل اللقاءات معكم. اتلعبت الطويله، ابراهيم نور الدين الكل ينتظر صافرته، هو صاحب القرار الوحيد على ساعدنا الدقيقه الثانيه او الثالثه، وابراهيم نور الدين بيشاور بايه. وتاني كرة معروف وماشي معروف يوسف يلعب الباص، وتاني محاولة للمرور وصفارة وفاول لصالح نادي الزمالك. وحتى الآن 5 ركنيات للزمالك، 4 ركنيات لوادي دجلة، 3 انذارات. ادي المنظر الجميل، القمر كده والجمال نص شوال، كل سنة وحضراتكم طيبين. وادي واحدة طويلة وعالية، وتاني بالرأس مرة، تاني بالرأس وادي سيسي، وادي كل الموجودين 5 ركنيات 4 ركنيات 3 انذارات. مؤمن عاطف اسلام طارق من وادي دجله، وعبد الله سيسي من الزمالك، وادي ابراهيم صلاح كابتن نادي الزمالك، والكل هنا وادي حماده طلبه، وادي كل نجوم نادي الزمالك ينتظروا صافره ابراهيم نور الدين لانتهاء اطول موسم كروي في العالم مش في مصر. تاني كرة طويلة وعالية، تاني على طول بتتلعب توصل لأحمد سمير، أحمد سمير في نص الملعب، محمد يلعب على طول، محمد خليفة ناحية تاني مهاجمة، وتاني معروف عايز يجرب لعيبة باص حلوة وتصويبة، والدفاع على طول يطلع وتبقى رمي التماس لصالح نادي الزمالك. صالح موسى وادي سيسي وادي بكوفي وادي كل بدلاء نادي الزمالك، وقام اسلام طارق، وادي على طول احمد علي جاب. الكل يترقب، الكل ينتظر. ابراهيم نور الدين بيبص في ساعته، خلاص يا نور الدوري ينتظر صافره ابراهيم نور، ولسه ال4 دقايق كده على ساعتنا بينتهوا اعزائي مشاهدي نايل سبورت، لكن ساعتنا لا قيمه لها جنب ساعه حكم. مشاهدي نايل سبورت صافرة نهاية الدوري الموسم، أطول موسم كروي لفوز نادي الزمالك ببطولة الدوري، التعادل السلبي مع وادي دجلة. مبروك لنادي الزمالك، حظ أسعد إن شاء الله لكل الأندية المصرية. سعدت بصحبتكم، كان معكم محدثكم خالد كامل من استاد بترو سبورت. أفراح الزمالك تبدأ وتستعد المراسم لتسليم الدرع. سريعا نطير إلى استاد النيل مع الزملاء الأعزاء تامر صقر، كابتن محمد صلاح، كابتن عبد الظاهر السقا. لنا عودة إن شاء الله في مباريات أخرى. تقبلوا أكبر تحياتي، مبروك للكرة المصرية، انتهى الدوري العام، وكل عام وأنتم بخير. لكن شاشة النيل للرياضة مستمرة، وكأس مصر مستمر، ولكم أرق تحياتي وكل الأحداث الرياضية. وكان معكم استاد بترو سبورت خالد كامل، وسريعا إلى الزميل العزيز تامر صقر وضيوفي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.